ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي طلاب الصف الاول الاعدادي، احنا قررنا ان الفيديو ان شاء الله بتاع ليله الامتحان هننزله على 2 بورتس. ليه؟ علشان خاطر البورت الاولاني هيكون كبير، هو يعني هيكون شامل سكيلز، هيكون فيه بقى ازاي تحل الديالوج، يعني هيكون فيه الى اهم الكلمات واحنا بحل معاك عليهم. ولكن في الفيديو ده انا قررت ان احنا هنحل بس او هنراجع الجرامر بالكامل، بالاضافه لكده ان احنا هنحل عليه حل تفصيلي، فانا مش هسيب فيه اي حاجه. فالتو فيديوز دول بجد غنيين ان انت ان شاء الله تذاكرهم كويس وتذاكر كل حاجه في PDF وتبدا ان انت تحل، والموضوع بالنسبه لك ان شاء الله هيبقى سهل بكره، وان شاء الله تخش كمان وتقفل بامر الله. تقفيل، متفقين على تقفيل. فاستعد بقى معايا ويلا بينا نشرح الجرامر في فيديو منفصل. يلا بينا نبدا. اول حاجه عندي كانت في يونت 7. فين كان عندي اول حاجه؟ شويه ادوات استفهام. يا مس اميره ده احنا صغيرين على الكلام ده، هقولهم لك برضو معلش. يعني ايه وات؟ معناها ما او ماذا. كانت بتسال عن ايه؟ بتسال عن الشيء. طب انا ممكن ايه اكتبهم لك ايه اهمهم يعني هنا، وكده كده واحنا بنحل هنفتكرهم تاني. هو معناها من، بتسال عن ايه؟ الشخص. كلمه وير معناها اين، بتسال عن المكان. كلمه وين معناها متى، بتسال عن ايه؟ بتسال عن الوقت. طب بتساوي كلمه اسمها وات تايم، معناها ما الوقت. طيب كان عندي كلمه اسمها هوز. يعني هوز معناها ملك من، يعني الحاجه دي بتاعت مين. وخلي بالك كنت اقول هوز باج على طول، الشنطه دي بتاعت مين على طول. هوز باج، هوز بنسل، هوز ماركر مثلا، فاعرف ان بيجي بعديها الاسم. في كلمه اسمها ويتش معناها اي، وبيجي برده بعديها الاسم. دلوقتي انا واقف تمام، عمال يبصوا على عربيه ميس اميره، فعايزين نقول مين عربيه، انهي واحده عربيه ميس اميره. يعني كلمه اي من هما بقى اسمها ويتش وان او ويتش كار، انهي عربيه. فويتش بيجي بعديها ايه؟ اسم. طبعا يا جماعه ما عنديش عربيه عشان لو حد صدق انا بهزر، ها ان شاء الله تيجي ان شاء الله. فاقول ويتش دي بيجي بعديها الاسم على طول. طيب عندك كمان بقى عائله هاو. يعني ايه هاو؟ معناها كيف. اسال بيها عن حال حضرتك، اقول لك هاو ار يو، عامل ايه، والاجابه اي ام فاين ثانكس. او ممكن اقول لك بتسال عن وسائل المواصلات، اقول لك انت مثلا هاو دو يو كم. يعني ايه هاو دو يو كم؟ انت بتيجي ازاي، بتجيلنا ازاي. فتقول لي باي كار، باي تاكسي. لو لقيت باي وسيله مواصلات، او لو لقيت وسيله مواصلات هسال بهاو. طب هاو دي كان منشق منها حاجات كتير. في حاجه اسمها هاو لونج. يعني ايه هاو لونج؟ معناها كم المده، حضرتك قاعد قد ايه، او كم الطول. لما اكون بقيس حاجه بالعرض اقول عليها هاو لونج. يعني ايه؟ مثلا انا عندي البريدج، الكوبري. هو الكوبري هنقيسه كده ولا هنقيسه كده؟ قيسه كده صح. ما دام هتقيسه كده يبقى اسمها هاو لونج. طب يا ميس اميره، فلنفترض انا عايزه اقيسني انا كده، انا كده بالطول صح، يبقى اسمها هاو طول. يبقى لو عايز تقيس حد بالطول كده يبقى اسمها هاو طول. طيب كان في حاجه تانية برضو اسمها هاو ماني. يعني ايه هاو ماني؟ معناها كام العدد، وبيجي بعديها العدد. يعني يقول هاو ماني بنسلز، جمع عدد الاقلام مثلا اللي دو يو هاف، اللي انت بتمتلكها. يبقى هاو ماني بيجي بعديها العدد اللي انا عايزه اقوله، او يعني الحاجه اللي احنا عايزين نعدها. طب كلمه هاو ماتش ليها حاجتين بقى معنيين. هاو ماتش دي معناها كم الكميه، او ممكن يبقى معناها كم التكلفه. التكلفه ديت قد ايه، يعني تكلفتها قد ايه. يعني مثلا اقول لك how much is this bag مثلا، يعني الشنطه دي تكلفتها قد ايه. او ممكن اقول لك how much does the bag cost، يعني تكلفه الشنطه برضو قد ايه. يبقى how much ممكن يبقى معناها كم الكميه، او ممكن يبقى معناها كم التكلفه. خلي بالك يا حبيبي، يعني دي بقول لك في الحاجات اللي فيها تريكات اهو. طيب كنا بناخد حاجه اسمها how wide. how wide معناها اتساعه قد ايه، بتساوي كلمه اسمها what. ايه بقى what width؟ معناها كم الاتساع. what كان بيجي بعديها الاسم، ولكن how بيجي بعديها الصفه. طيب افتكر معايا كمان ان انا ممكن اقول how old. يعني ايه how old؟ معناها كام العمر. دي كانت اهم العائلات بتاعه هاو. تمام. وطبعا في حاجات كتير في اداه استفهام ياما، بس ايه يعني ايه، واحنا بنحل بقى ان شاء الله نكتشف لو في اي حاجه تانية. هتقولي ميس اميره هم مش مكتوبين ليه؟ عشان انا كاتباهم لك اصلا في الدايلوج، هم كانوا مكتوبين في الدايلوج، فانا مش محتاجه ان احنا نكتبهم تاني. تمام. طيب بص بقى كده، سمي الله معايا وصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. تكوين السؤال طبعا قلنا بيتكون من ايه؟ اداه استفهام، بعد كده بنحط بعديه فعل مساعد، كل مساعد عنده ضمير، وبعد الضمير بنحط الفعل. طيب ميس اميره اي مساعد؟ لا اي مساعد بقى على حسب بقى مضارع ولا ماضي، ولا احنا عندنا مساعدين كتير وانا لسه قايلك عليهم من شويه. طيب هنخش بعد كده على المهم. عندي حاجه اسمها relative clause. يعني ايه relative clause؟ معناها ضمائر الوصل. ايه ضمائر الوصل دي؟ على فكرك لو انا عندي جملتين وعايزه اربط ما بينهم، والكلام عايد على شخص او على عاقل، كنت بحط رابط اسمه هو. وخلي بالك هو ده كان بيساوي كلمه اسمها ذات، او كلمه اسمها هوم. بس هوم دي كان لازم يجي بعديها ضمير. يعني اقول مثلا هوم اي، هوم هي، هوم احمد. المهم لازم بعدهم كان بيجي اسم. يبقى هو دي بتساوي ذات او بتساوي هوم. بتعود على ايه؟ بتعود على الشخص. مش فاهم ميس اميره؟ اديني مثال. يعني مثلا اقول لك this is the boy، ده الولد، ايه بلايز فوتبول. هو الكلام عايد على مين؟
على الولد صح، يبقى احط في النص هو. طب فافتكر كمان ان انا كان عندي رابط اسمه ويتش ده برضو كان بيساوي ذات، خلي بالك. ايه ده يعني ذات بتساوي ويتش وبتساوي هو؟ بتساوي الاثنين. طب يا ميس اميره كلمه ويتش اللي بتساوي ذات دي كانت عايده على ايه؟ عايده على غير العاقل او الجماد. يعني مثلا اقول لك this is the horse، الهورس اللي هو الحصان ده غير عاقل، هو اللي كسب الريس. طب مش الهورس ده غير عاقل، يبقى احط في النص كلمه اسمها ويتش. يبقى الكلام اللي انا بقوله ده كده بالنسبه لك في غايه الاهميه. لا طيب نكبر بس عشان تبقى انت شايف اهو. بص بقى كلمه ذات لسه قايلها لك، ذات دي عايده على ايه؟ ذات دي عايده على كلمه هو وكلمه ويتش. يبقى معنى ذلك بتيجي مع العاقل او غير العاقل، هي عاقل او غير عاقل بتيجي مع الاثنين عادي. هم اصلا دول معناهم ايه؟ معناهم الذي او التي. تمام. يعني مثلا اقول لك المثال بتاعي اللي انا بحبه، عارف انت لا انا خليها كده، ميس اميره اللي بتدرس لنا، كلمه اللي بتدرس لنا اسمها هو teaches us. اللي بتدرس لنا مالها بقى ميس اميره؟ is cute. ايوه انا كيوت جدا طبعا يا حبيبي، مش بزعق مش بصوت مش بقول لك فين واجبك ولا اي حاجه من ديت، ولا بقعد اصوت في القاعات ابدا ابدا. انا شخص هادي جدا يا جماعه، ولو صدقتني يبقى انت عبيط. طيب كلمه هوز بقى يا جماعه معناها ايه؟ هوز دي معناها ملك، او بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الملكيه. يعني انا مثلا عايزه اقول الحاجه دي ملك الشخص ده، الملكيه دي بقى احط حاجه اسمها هوز. وخلي بالك اقول لك this is the boy whose father، اللي باباه. هو father ده يعتبر مين؟ يعتبر ايه؟ ابو مين؟ ابو الولد صح. فلو انا عايزه اقول ابو الولد فيبقى اسمها هوز. يبقى خلي بالك هوز دي بيجي بعدها اسم وقبلها اسم. خلي بالك هوز بيجي بعدها اسم وقبلها اسم. تمام. طيب كلمه وير بقى، وير دي معناها ايه؟ وير يا ميس اميره عايده على المكان. وخلي بالك عشان دي بتلخبط وانا هقول لك هنتصرف فيها ازاي دلوقتي. وير دي يا ميس اميره عايده على مكان صح. طب اقول لك ان ده الكلاب، النادي وير اي بلاي فوتبول، ده النادي اللي انا بلعب فيه فوتبول. ميس اميره هنعمل ايه؟ تعالى كده هقول لك فرق ما بين حاجتين. طيب تعالى كده نشوف السؤالين دول ونبدا ان احنا نحل. بيقول لك ايه؟ this is a mosque، ده الجامع اللي اي بري انا بصلي. وانا دلوقتي قدامي حل من اتنين، يا اما احط كلمه which يا اما احط كلمه وير. واحده واحده. سمي الله ما يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. هتعمل ايه؟ هتروح هنا وتسال نفسك اي بري انا بصلي، انا بصلي ايه يا جماعه؟ مش مفروض انا بصلي في الجامع؟ طب هي كلمه في الجامع دي مكتوبه ولا مش مكتوبه؟ مش مكتوبه صح. انت قلت في الجامع هي اللي ناقصه، اللي هي المفروض دي اللي هو الموسك. طيب حلو، ما دام لقيت ان في حرف جر محذوف مش مكتوب، اعرف ان انا هحط هنا وير. ليه؟ يبقى كده معنى ذلك بيدل ان الحدث ده بيحصل جوه الموسك، يعني في حدث بيحصل جواه يبقى قصده بيه مكان. يبقى تاني هبص على الجمله اللي بعد النقط اشوفها ايه اللي ناقص، ايه كلمه ولا في حرف جر. ما دام ذكرت حرف جر ناقص هحط وير. تاني ما دام ذكرت حرف جر ناقص هحط وير. تكتب لك المعلومتين دول عندك. انت انا عارفه ان انت ستيل مش فاهم، لما اقول لك الجمله الثانيه هتفهم. قال لك ان ده الموسك ده الجامع is beautiful. اسال نفسك، روح عند الجمله اللي بعد النقط اسال نفسك هو ايه هو اللي جميل؟ يا ترى اللي جميل الجامع ولا في الجامع؟ المفروض الجميل هو الايه؟ الجامع. انا ما ذكرتش حرف جر. لو حضرتك ما ذكرتش حرف جر يبقى انا هحط which. تاني لو انا ما ذكرتش حرف جر يبقى انا هحط ايه؟ which. عارف ليه؟ لان الجامع ده ممكن يكون قصدي بيه مكان وممكن يكون قصدي بيه جماد، يعني قصدي ان هو شيء يعني وخلاص. فموسك يحمل معنيين. اعرف منين؟ من الجمله الثانيه. اسال نفسك ايه اللي ناقص الجمله الثانيه. لما اقول لك جميل، ايه اللي جميل؟ الجامع. انت ذكرت حرف جر؟ لا، يبقى حط ويتش. طب بص هنا اي بري انا بصلي. طب انا بصلي ايه؟ المفروض انا بصلي في الجامع صح كده. ما دام في الجامع يبقى انا مش هينفع ان انا احط ويتش، احط ايه؟ وير، عشان ذكرت حرف جر. هحط لك مثالين تانيين وانت تحلهم. تعالى بقى كده نحل السؤالين دول. بيقول لي ايه؟ this is a building، ده المبنى I live اللي انا بعيش، اول سؤال. والجمله الثانيه بتقول this is a building، ده المبنى is wide بيكون متسع. واحده واحده نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قلت لك عشان تعرف المبنى ده ممكن يكون مكان وممكن يكون شيء. اعرف انا منين؟ من الجمله الثانيه. بص يقول لك انا بعيش. هو انا بعيش ايه؟ اسال نفسك انا بعيش ايه؟ مبنى ولا في المبنى؟ في المبنى صح كده. ايه اللي ناقص؟ حرف جر صح. ما دام ناقص حرف جر يبقى احط وير، يبقى الاجابه وير. طيب حاجة تانية اللي بعديها البيلدينج ده بقول لك is wide، بيقول لك ان المبنى ده اللي بيكون متسع. هذا بيكون المبنى اللي بيكون متسع. طيب هو اسأل نفسك هو ايه هو الوايد؟ يا ترى في المبنى ولا المبنى؟ المبنى. طب ما دام انت ما ذكرتش حرف جر، فينا حرف جر؟ لا مفيش. ما دام ما ذكرتش حرف جر يبقى حط which. طب يبقى تاني هعرف منين؟ من الجملة التانية. بيقول لك I live، انا عايشة في المدينه او عايشه في المبنى. في ما دام ذكرت حرف جر يبقى احط وير. طب يا ميس اميره ما ذكرتش حرف جر يبقى احط which. ده افضل طريقه لحل السؤال ده عشان في ناس كتير قوي بتتلخبط فيه. طيب تعالى نرجع تاني. كان عندي كلمه وين يا ميس اميره بتعود على ايه؟ بتعود على الوقت. خلي بالك لما اتكلم على الزمن. تمام. يعني اقول لك رمضان هو المانث هو الشهر. وين وي فاست، يعني كلمه فاست سريع وكمان معناها يصوم. خلي بالك ممكن ليها معنيين، يا اما سريع يا اما يصوم.
طيب تعالى بقى نبدا نحل على الكلمتين اللي احنا قلناهم. بيقول لك اول حاجه ايه؟ did you order for dinner؟ قال لك انا طلبت بيتزا، يبقى انا هقول لك هو انت طلبت ايه؟ يعني كلمه ايه دي اللي هي what، فاقول لك what فين what did you order. بعد كده هو ايه؟ you meet at the party. هو معناها مين، عايز اقول انت عزمت مين. بص يا حبيبي، هي هو دي المفروض بيجي بعديها ايه؟ هو اداه استفهام، كل اداه استفهام بيجي بعديها فعل مساعد يساعدها. طب مين المساعدين؟ do does did am is are was were has have had، كل دول مساعدين. تعال نشوف انا هحط انهي واحده. لقيت بيقول لي yesterday، يعني الكلام بيدل على ايه؟ على ماضي، عشان كده بقول لك لازم نقرا ونستبعد الاجابات. do مضارع مش هينفع، انا اهم حاجه في الاختيار بعملها الاستبعاد. انا عندي yesterday ماضي يبقى لازم اختار ماضي، كمان ماضي يبقى مضارع سوري، وانا عايزه ماضي. ينفع ديد وتنفع وير. هعمل ايه؟ اشوف نفسي، اروح عند الفعل. مين ده فعل فين؟ في المصدر. مين اللي بيجي بعديه فعل في المصدر؟ كلمه ديد بيجي بعديها الفعل فين يا شباب؟ في المصدر. لكن افتكر معايا ان كلمه ووز او وير بيجي بعديهم فيرب فين؟ في الاي ان جي، والكلام ده قايلينه قبل كده. يبقى الاجابه تبقى ديد. يبقى انا لما هستبعد هلاقي نفسي وصلت الاجابه الصحيحه. بعد كده where does your father، طبعا عارفين كلمه do does وديد بيجي بعديهم فعل فين يا شباب؟ في المصدر. انهي واحده؟ مصدر work. بعد كده the teacher is giving the presentation، بتدي presentation لماي uncle. is my uncle اللي بيقول presentation يعني هو بيكون عمي. واحده teacher ده عاقل صح؟ احط وات؟ لا ما خدناش اصلا. احط هو ولا هوز؟ هوز دي بيجي قبلها اسم وبعدها اسم، يبقى دي مستبعده. يبقى اقول هو، مش هينفع وات بقى خلاص، يبقى A و B دي غلط. يبقى تبقى the teacher who is giving the presentation ده بيكون my uncle عمي. بعد كده دمياط اللي هي دمياط is a city المدينه. fine furniture is made، بيقول لك ان يعني الاساس الكويس فيها بيتعمل. واحده اسال نفسك، هو الاساس الكويس ده بيتعمل دمياط ولا بيتعمل في دمياط؟ في، ما دام ذكرت حرف الجر فيه مش مكتوب بس انت ذكرته مع نفسك يبقى حط where صح، يبقى قصده بيه مكان. بعد كده قال لك I know the new student، انا عارف الولد الجديد ده. ايه فازر اللي باباه؟ بابا مين؟ بابا الولد، اسم هنا واسم هنا، هو يبقى حط whose اللي باباه. طيب ذا كات القطه ايه؟ از سليبنج بتنام اون ذا سوفا على السوفا، دي بتكون ساره، بتكون ملك ساره يعني. الكات طبعا دي غير عاقل فتبقى ويتش. بعد كده قال لك جولاي ده شهر صح؟ قال لك ده اي ستارت ماي سمر فاكيشن، المفروض ببدا السمر فاكيشن فين؟ في شهر جولاي، يبقى الاجابه وين، ده وقت. بعد كده تامر is the person ده الشخص in a house we usually meet. قال لي ده الشخص، عايز اقول اللي في بيته، يعني البيت ده ملك مين؟ ملك تامر، تمام؟ ما دام بتاعه ملكه يبقى اسمها هوز. ايه ده ميس اميره مكتوب ان؟ عادي كلمه هوز ممكن يجي قبلها حرف جر، وده هتعرفه لما تكبر شويه. بعد كده I like to live، انا بحب اعيش في البليس المكان ايه؟ is quiet and relaxing. هو ايه هو اللي اسال نفسك؟ ايه بقول لك مكان، في ناس كتير قوي ما يشوفوا بليس يقولوا وير، قلت لك لا ما تعملش كده، اسال نفسك يا حبيبي، اسال نفسك. انا ساعه بقول لك اسال نفسك. هو ايه هو اللي هادي وريلاكس؟ ايه هو المكان؟ انت قلت فين مكان ولا قلت مكان بس؟ قلت مكان بس، الله ينور عليك. ما دام مكان بس ما ذكرتش حرف جر يبقى حط which. طيب كمان اعرف ان كلمه وير دي بيجي بعديها ضمير، يعني ما ينفعش احط از، لا اصلا وير يجي بعديها ضمير. وير احمد، وير اي، وير هي شي، هكذا، ما يجيش بعديها فعل. طيب بعد كده وات ايه؟ يو ايت فور بريكفاست افري داي. لقيت طبعا ايت ده فيرب في المصدر، وبيقول لي افري داي بيدل على المضارع، يبقى انا هحط بعد وات مساعد، يو يجي مع المساعد دو. بعد كده هاو ايه جانا جو تو سكول؟ قال لك دي بتعمل سايكل عشان خاطر تروحي المدرسه. طيب حلو، هو دلوقتي الكلام في المضارع يبقى وديت فعل في المصدر، يبقى احط يا دو يا دز. فاقول ايه بقى؟ جانا، طبعا دو غلط، جانا دي مفرد بيجي معاها دز. بعد كده هوز كار، ملك مين العربيه دي؟ ملك مين؟ اللي يو بورو لاست ويك اند. لاست ويك اند يعني بيدل على الماضي. مين المساعد بتاع الماضي؟ ديد. طب حلو، انا عندي كلمه بورو اصلا فعل في المصدر، يبقى ديد صح. بعد كده ذاتس ذا بوي، ده الولد اللي عايز اقول اللي باباه بيكون تيتشر في المدرسه. بابا مين؟ بابا الولد صح، ملكه يعني، يبقى هوز. عايزه اضيف لك سؤال كده معلش. طيب يا جماعه تعالوا بقى نحل الثلاث اسئله دول مهمين جدا من وجهه نظري بصراحه. بيقول لك ايه يو يسترداي، وانا عايزه عندك تختار يا ترى ديد في كل واحده، ولا تختار ووز، ولا تختار وير. سمي الله معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عايزه اقول لك ان دي اول واحده ناس كتير قوي 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 هيغلطوا فيها. بص وقف الفيديو، حلهم الاول مع نفسك، وبعد كده اسمع الاجابات وشوف انت حلتهم صح ولا غلط، عشان انت هتغلط وهتشوف. بيقول لك يو يسترداي، عايزه اقول اسالك هو انت كنت لا هو هنا ممكن نحط وير، معلش نحط وير. وعايزه اقول بقى انت حضرتك كنت فين امبارح؟ كنت موجود فين امبارح؟
هقول لي بقى يا ترى ديد ولا ووز ولا وير. عارف دلوقتي اللي هيحصل ايه؟ الطلبه كلها هتلاقي كلمه يسترداي، هقول لك بس لقيت المفتاح يسترداي ماضي حط ديد. لا طب ما هي ووز تنفع وير تنفع، الاثنين الثلاثه مساعدين عادي بيجوا في الماضي. المشكله يعني تعالى بقى نشوف. هو ديد بيجي بعديها فعل فين؟ ايوه جدع في المصدر، برافو يا حبيبي برافو. طب ما حلتهاش كده ليه بقى؟ ما حلتهاش كده ليه؟ يو هو ده فعل؟ لا. هنا في فعل؟ لا. يسترداي ده ظرف اصلا زمان، ده من الادفيربز يا حبيبي، ده مش فعل اصلا. مفيش فعل في السؤال. ما دام مفيش فعل قدامي حاجه من اتنين، لما يكون مفيش فعل لو الكلام ماضي هحط معاه يا ووز يا وير. تاني لو الكلام ماضي ومفيش فعل، في اسم في مكان في صفه، المهم لو حضرتك ما عندكش فيرب فعل هتحط يا ووز يا وير. يبقى هنا ايه بقى؟ هي ايه اللي يجي مع يو؟ طبعا مش محتاجه اقول لك ان الووز ليه اصحاب. مين صحاب الووز يا حبيبي؟ الاي والهي والشي والايت واي اسم مفرد، والوير صاحبتها الوي وزي واي اسم جمع. ربنا يحفظكم، ربنا يحفظ. عظماء عظماء. طيب هنا مفيش فعل يبقى مش هينفع دي، يبقى يا ووز يا وير. طبعا يو يجي معاها وير، يبقى وير يو. حد دلوقتي ناصح جدا يقول ايه ده تحطي وير الاثنين؟ لا يا حبيبي، وير دي لو انت مش شايف الاتش دي معناها اين، وير دي معناها كنت، يعني امتى انت كنت فين امبارح. طيب اللي بعديها يو ريدي يسترداي. عايز اسال بقول هل انت كنت مستعد امبارح؟ ناس كتير برضو هيلاقوا يسترداي هيقوموا جايين مختارين ديد. هقول لك لا يا حبيب قلب ماما فكر، حبايب قلب ام خالد فكروا. بيقول لك ريدي، هي ريدي دي معناها ايه؟ معناها مستعد صح؟ حلو قوي الكلام ده. هي دي صفه ولا دي ولا دي فعل؟ لا دي صفه. ميس اميره مستعده دي صفه. ما دام عندي ادجكتيف صفه مفيش فعل، يعني قلنا لو مفيش فعل يبقى مش ينفع دي يا ووز يا وير، فالاجابه تبقى وير يو ريدي. طب ميس اميره لو انا عايزه اقول يستعد، يعني ايه كلمه يستعد يا رجل؟ حد فاكر؟ ايوه انا عيالي هتبقى عارفه ان شاء الله اسمها. ايوه جيت ريدي. جيت ريدي معناها ايه؟ معناها يستعد، يعني دي كده تعتبر فعل جيت ريدي، ولكن ريدي بس دي معناها مستعد صفه. اللي بعد اهي بصي سبحان الله جت اهي بعديها لا اله الا الله جيت ريدي اهي يسترداي ده فعل. ما دام فعل بقى احط معاه ايه؟ ديد. فاقول ديد يو جيت ريدي يسترداي. خلي بالك حاجه تانية، احنا لسه قايلين من شويه ان يسترداي كلمه ووز او وير بيجي بعديهم اسم او مكان او صفه، وممكن يجي بعديهم فعل على فكره، بس الفعل يكون في الاي ان جي. فخلي بالنا ان الفعل بعد ووز او وير اي ان جي، ولكن ديد مالهاش غير حل واحد، لازم بعديها فعل والفعل يكون في المصدر من غير اي اضافات. طيب تعالى نرجع تاني بقى واحنا بنحل. ليه ميس عملت كده؟ عشان ممكن تجينا عادي خالص. بقول لك ده المحل اي باي اللي انا بشتري كل النوت بوكس بتاعتي منه. وانا بشتري المفروض النوت بوكس بتاعتي ايه؟ من المحل. ما دام قلت من المحل في حرف جر ذكرته يبقى حط وير. طيب تعالى كده نشوف السؤال رقم نمبر 6. بيقول لك This is the school. دي المدرسة اللي I went to، اللي أنا عايز أقول اللي أنا روحتها. هو أنا روحت إيه؟ المفروض I went to إيه؟ سكول صح؟ المفروض هنا يبقى في سكول. طب مش سكول دي بيقول لك وير غلط. طب خلاص ماشي، هي السكول دي غير عاقل صح؟ يبقى هحط معاها إيه؟ هحط معاها which. ما دام وير غلط يبقى مفيش غير which. I went to المفروض I went to eat. كلمة eat بقى دي اللي هي بتساوي أصلا which. طيب you are the person، انت الشخص اللي help I need most. بص السؤال ده حلو قوي. ناس كتير هتشوفه person شخص صح، هيقول بس احط معاها كلمه هو. هقول لك استنى اقرا لغايه الاخر، عشان كده بلاش تتسرع. قال لك ايه help؟ اللي مساعدته انا محتاجها اكتر حاجه، مساعدته، يعني ده مش فعل ده اسم على فكره. قلت لك لو انت عندك هنا اسم وهنا اسم احط في النص ايه؟ اسم احط whose اللي مساعدته. بعد كده بقول لك morning is the time، قال لك ده الوقت I learn best اللي انا بتعلم. هو انا بتعلم المفروض فين؟ في الصباح صح، يبقى بدل وير اخليها when عشان ده وقت. بعد كده قال لك do you know، هو انت تعرف الباج دي الشنطه دي belong to بتنتمي لمين؟ حلو قوي السؤال ده. هو المفروض عايز يقول بتنتمي لمين، يعني ايه كلمه مين؟ هو ايه ده ميس اميره؟ هو احنا هي دي كده اداه استفهام ولا ده كده رابط؟ لا انا هنا مش قصدي بيه رابط، انا هنا كده قصدي بيه اداه استفهام حطاها. انت تعرف الشنطه دي لمين تنتمي؟ كلمه مين اللي هي هو. who this bag belongs to. طيب تعالى نكمل مع بعض. السؤال بقى نمبر 10 بيقول لك the school المدرسه you go اللي انت بتروح لها to now is one of the best in the area، افضل حاجه موجوده في المنطقه عندنا. طب حلو، هو you go to انت بتروح لايه؟ انا بشوف ايه اللي ناقص وبكمله مع نفسي كده. هو انا بروح لايه؟ المفروض السكول صح، المدرسه. طب حلو، هو انا قلت في المدرسه او ليه المدرسه او اصلا ولا اصلا حرف الجر مكتوب؟ حرف الجر مكتوب. ما دام هو مكتوب يبقى انا بالنسبه لي ده مش ناقص، انا بشوف اللي ناقص ايه وابدا ان انا احط الرابط بتاعي. طب انا قلت لك لو انت ذكرت حرف جر هنحط وير، لو ما ذكرناش هنحط ويتش. طب حلو قوي، انا ذكرت هنا حرف جر ولا هو كان مكتوب؟ هو مكتوب، يبقى ما دام انا ما ذكرتوش يبقى احط ايه؟ ويتش. يبقى اقول the school which you go to اللي انت بتروح لها. تمام كده، يبقى انا بشوف اللي ناقص وعلى حسب اللي ناقص ببدا ان انا احط. ذكرت حرف جر ناقص هحط وير، ما ذكرتش حرف جر احط ويتش.
طيب بعد كده تعالى نتكلم على زمن الباست سيمبل، طبعا اللي هو ماضي البسيط بيتكون من ايه؟ ده عباره عن فيرب تصريف طبعا. تاني ليه كلمات مميزه ليه. مين هو كلماته المميزين؟ yesterday, last ago, in the past, once, this morning, in وسنه في الماضي. الله اكبر عليكم. وقلنا كمان لو نص الجمله ماضي يبقى النص التاني ماضي. شفت انت اكتر من كده يعني جمدان. المهم تحل بقى، يعني بنقول القواعد ونغني كده والمهم نحل بقى. طب حلو الكلام ده. تعالى بقى افهمك اللي احنا لسه قايلينه ده معناه ايه. قبل ما افهمك اي حاجه، هو اصلا مساعد ميس اميره بتاع الباست سيمبل اسمه ايه؟ اسمه ديد. ولسه قايلك ديد بيجي بعديها فعل فين؟ في المصدر. لو انا عايزه انفي الجمله هقول مثلا I didn't played ولا play، لا هقول play لان didn't بيجي بعديها مصدر. فاقول I didn't play tennis مثلا yesterday، ما لعبتش تنس امبارح. طب ده كده بالنسبه للباست سيمبل. انا دلوقتي هاخد بقى حاجه اهم. المفروض ان احنا اصلا عارفين باست سيمبل، ما هناخدش حاجه غيره تقريبا. انا دلوقتي هاخد حاجه اهم بكتير وهو زمن الباست كونتينوس. ايه الباست كونتينوس؟ زمن الماضي المستمر. ايه الماضي المستمر ده؟ تعالى اقول لك. ده بيتكون اول حاجه من ووز او وير واي ان جي. ايه ده ميس امين؟ انت لسه قايلنا من شويه ووز او وير بيجي بعديهم اي ان جي. الله ينور. يبقى الووز او الوير وبيجي بعديهم فيرب فين؟ في الاي ان جي. لو عايزه انفيهم اقول ويرنت او هقول ووزنت. طبعا مكتوب هنا اهم طبعا الروابط او الضمائر اللي بتيجي مع ووز، واهم الروابط او الضمائر اللي بتيجي مع كلمه وير. حلو قوي الكلام ده. انا دلوقتي عايزه اعمل ايه بقى؟ عايزه اقول لك امتى بستخدم الزمن ده. عارف لما تقول لي بص يا ميس اميره الصراحه اقول لك انت قاعد طول الليل بتعمل ايه امبارح؟ تقول لي بصي الساعه 3 امبارح كنت قاعده اخلص في واجبك اللي مش بيخلص اللي انا بكافح عشان اخلصه. هو انا دلوقتي انت بتقول لي ايه؟ قلت لي امبارح وسكت ولا قلت لي امبارح الساعه 3؟ امبارح الساعه 3. يعني انت كده قلت لي وقت واحد في الماضي ولا وقتين في الماضي؟ وقتين في الماضي. يبقى انا لو محدده لك امتى الحاجه دي عملناها في الماضي هحط وز او واين جي. ومعناها ايه؟ معناها ان في نفس الوقت ده كنت مستمر بعمل حاجه، ما كنتش خلصتها، لا انا كنت مستمر بعملها. يعني هو لو قال لك مثلا حاجه دي بعملها all day yesterday، يعني ايه all day yesterday؟ معناها امبارح طول اليوم. طب هو قال لك امبارح وسكت ولا حددت لك معاها وقت؟ حدد وقت. ما دام حدد وقت امتى الكلام ده حصل في الماضي هحط was aware واين جي. فاقول I was playing tennis. طيب ميس اميره، طب لو ما هو قال لي بقى مثلا شال لي كلمه all day دي، شالها لي وقال لي yesterday فقط، يعني هو كتب لي yesterday بس وبيقول لي حطي بقى شوفي انت هتعملي ايه. بص يا حبيبي، لو انا عندي كلمه yesterday بس كلمه واحده في الماضي صح؟ لو انا عندي كلمه واحده في الماضي يبقى انا هحط الفيرب تصريف تاني على طول، فاقول بليد. يبقى انت كده عرفت الفرق ايه؟ ان انا لو عندي وقت واحد في الماضي هحط الفعل تصريف تاني. طب لو عندي وقتين في الماضي يبقى احط was او were واي ان جي. طيب عايزه اقول لك حاجه، المثال ده بقى مهم جدا لان ممكن يجي لك فاهم زي ما هو كده مكتوب في كتاب المدرسه. يقول لك ايه؟ on Saturday يوم السبت we left really early، احنا في الفعل غادرنا بدري جدا. تمام. the sun was still shining. يعني ايه the sun was still shining؟ يعني في نفس الوقت ده اللي احنا كنا بنغادر فيه، في نفس الوقت ده كان بيحصل حاجه ايه؟ ان الشمس كانت لسه ما زالت بتشرق. فاعرف كده ان انا لو بتكلم حاجه دي بتحصل في نفس الوقت ده فاحط was او واين جي. فقلت the sun حطيت كلمه still في النص وحطيت قبليها was او were وبعد كده الفيرب فين؟ الفيرب فيه الاي ان جي. الكلام ده مهم جدا. طيب في بقى حاجتين مهمين جدا. هناخد دلوقتي رابطين، رابط اسمه وايل ورابط اسمه وين، وده اخدناه قبل كده واحنا صغيرين واخدينه في ابتدائي كتير. يعني ايه وايل ويعني ايه وين؟ وايل معناها بينما، وين معناها عندما. ما فرقتش دي روابط. عايزه اقول لك، عارف لما كنت بذاكر لميس اميره امبارح النور قطع، النور راح، انا قلت لك جمله واحده ولا جملتين؟ قلت لك جملتين. لو انا عندي جملتين دلوقتي وعايزه احط رابط ممكن احط كلمه وايل او ممكن احط كلمه وين، ولكن كل واحده فيها ليها قاعده مختلفه. تعالى كده نشوف القاعده. لا هنا وايل دي يا حبيبي، بص انا هكتبها لك هنا افضل. كلمه وايل دي بيجي بعديها قاعدتها، بيجي بعديها ووز او وير بلس اي ان جي، والناحيه الثانيه بنحط فيرب تصريف تاني. على فكره هو انا ممكن احط تصريف تاني، ممكن احط ووز او وير واي ان جي، ولكن ووز او وير واي ان جي دي مش هنتكلم فيها دلوقتي، مش عليك دلوقتي، يعني ممكن نشيلها كده ونشتغل بس على القاعده دي. بس اعرف ان واي ليها قاعدتين، ممكن ووز او وير واي ان جي والناحيه الثانيه تصريف تاني، او ووز او وير واي ان جي ووز او وير واي ان جي. تعال كده واحده واحده نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وافهمك اصلا يعني ايه. لما انا اقول لك لما كنت بذاكر، بص كده، عارف عيالي طلابي الاذكياء تمام، قالت لك ايه بقى بنوته عمري ما هنساها ابدا، دي بنتي. قالت لك وايل دي فيها حرف الاي صح؟ يبقى هنجيب بعديها ووز اوير واي ان جي. يبقى هنا في اي، يبقى هنا كمان هنحط كلمه ايه؟ اي. تمام. يبقى ووز اوير واي ان جي. طب اديني مثال يا ميس امين. يعني اقول لك لما انا كنت بذاكر، هو المذاكره دي بتاخد وقت ولا لا؟
بتاخد وقت، اي حاجه بتاخد وقت اصلا بنحط ووز اوير معاها واي ان جي. اي ووز ستادينج لما انا كنت بذاكر. ايه اللي حصل لما حضرتك كنت بتذاكر بقى؟ عايز اقول لك النور قطع. اسالك سؤال، هو النور لما هيقطع مش هيقطع الحدث اللي انا كنت بعمله المذاكره؟ هيقطعه. ما دام كده في حدث بيقطع حدث تاني، ده بيكون ووز اوير 1 جي، واللي اللي بيقطعه ده بنحطه فعل تصريف تاني. غير كده هو النور لما هيتقطع هياخد قد ايه؟ دي حاجه لحظيه صح؟ اي حاجه بتحصل لحظيه على طول كده بحطها فيرب تصريف تاني. فاقول while I was studying the light، ايه بقى؟ النور راح، يبقى اقول the light went out. يعني ايه the light went out؟ النور ايه؟ النور راح. حطيت بعد while was aware 1 جي، والناحيه الثانيه تصريف كام تاني. طب اسالك سؤال، كلمه while دي ممكن احطها في النص؟ بس انا كاتب لك هنا while دي ممكن نحطها في النص. عادي يا ميس اميره حطيها في النص مفيش مشكله. وبرده نفس الكلام هيجي بعد while was aware واي ان جي، وقبلها هنحط الفعل تصريف كام بقى؟ قبلها هنحط الفعل تصريف تاني. طيب شايف كلمه وين بقى؟ وين دي عكسهم. سمي الله معايا وصلي على النبي عليه السلام. يعني ايه يا ميس اميره عكسهم؟ بص يا حبيبي، لا اله الا الله. ماشي، وين دي عكسها. وين دي فيها اي صح؟ فبيجي بعديها الفيرب في الاي دي، يعني تصريف كام؟ يعني تصريف تاني. والناحيه الثانيه ووز اوير 1 جي. عايزه بس افهمك حاجه، ان وين دي كل ما بتكبر بتلاقي ان ليها قواعد كتيره قوي. تاني وين كل ما بتكبر بتلاقي ليها قواعد كتير. كنت بقول وين اللي بنقول عليها وين الحربايه تتلون على كل شكل لون. فاعرف كده ان وين دي ملهاش قاعده محدده، دي ليها قواعد كتير. بس انا هاخد دلوقتي واحده بس، ان كلمه وين مخصمه مع وايل مخصمه. يعني ما في خصومه، في خصومات ما بينهم. وين مش بتحب وايل فبتبقى عكسها. وايل بيجي بعديها ووز اوير 1 جي، وين تقول لك لا انا هحط بعدي الفيرب تصريف تاني يعني ماضي، والناحيه البعيده هي اللي هحط ووز اوير 1 جي. شايف الجمله اللي انا لسه كاتباها بتاعت وايل اي ووز ستادينج؟ لو انا عايزه احط وين هعكس الجملتين، هقول لما النور راح وين ذا لايت وينت اوت. ايه اللي حصل لما النور راح بقى؟ وينت اوت. اللي حصل انا كنت بذاكر في الوقت ده اي ووز ستادينج. اعرف ان الجملتين دول ايه؟ عكس بعض. عايزه اضيف لك معلومه تانية، ان كلمه وايل دي يا حبيبي، وايل ممكن ما يجيش بعديها ضمير ويجي بعديها الفعل على طول، ولكن لو جه بعديها الفعل على طول احطه في الاي ان جي. يعني قول وايل بلاينج تنس، وايل بلاينج تنس. تمام كده؟ فوايل بيجي ممكن بعديها الفيرب في الاي ان جي على طول، لو ما فيش هنا ضمير ولا هي ولا شي ولا ات ولا اي حاجه من دي. تمام؟ طيب تعالى كده نبص على الفرق بين الجملتين دول. ايه ده ميس اميره؟ الجملتين دول مش شبه بعض. انا قلت ان انا مش هتكلم فيهم، بس ممكن تجي لنا ولا حاجه في الامتحان، فلا عشان احنا مغطين كل حاجه. بيقول لي ايه؟ while I was studying، لما انا كنت بذاكر my mom was cooking. ايه ده ميس اميره الحقي، احنا كده بوظنا القاعده. مش قلنا while بيجي بعديها was aware 1 جي؟ دي كده صح. طب احنا قلنا الجمله الثانيه بيجي بعديها فعل تصريف كام تاني صح؟ طب بص بقى، تعالى كده اقول لك الفرق ما بين ان انا احط الناحيه الثانيه تصريف تاني وان انا احط was aware 1 جي. ايه ده؟ يعني القاعده اللي حضرتك كنت كاتباها لنا من شويه دي بقى صح كده هنشتغل بيها؟ معلش برضو نبقى عارفينها احتياطي، ان while بيجي بعديها was aware وبعديها ان جي، والناحيه الثانيه في حاجه من اتنين، يا اما نحط فيرب تصريف تاني يا اما نحط برضه was aware وان جي. طب ميس اميره هو ايه الفرق ما بين الاثنين بقى؟ تعالى اقول لك انا ايه الفرق. الفيرب تصريف تاني اللي موجوده دي بنحطها لما الحاجه دي تبقى لحظيه او ما بتاخدش وقت كبير. يعني لما قلت لك النور اتقطع او النور راح، هو النور لما بيروح اخد وقت ياما؟ لا ما خدش وقت ياما. يبقى لما الحاجه تبقى لحظيه بتخلص بسرعه بحطها في فيرب تصريف تاني. تمام؟ ولكن لو الحاجه بتاخد وقت بحط ووز اوير وان جي. ازاي؟ تعالى اوريك. بص كده، لما اقول لك وانا كنت بذاكر كده كده واي ليها قاعده ان هي كده كده هيجي بعديها ووز اوير وايه وان جي. لكن الناحيه الثانيه لما اقول لك ماما كانت بتطبخ، هي ماما وهي بتطبخ بتاخد وقت ولا لا؟ بتاخد وقت. حاجه تانية، هما الحدثين دول قطعوا بعض ولا كل واحد بيعمل حاجه؟ انا بذاكر وماما بتعمل اكل، كل واحد بيعمل حاجه. ما دام كل واحد بيعمل حاجه ومفيش حد قطع التاني يبقى دي ووز اوير وان جي ودي ووز اوير وان جي. ما دام دي بتاخد وقت ووز اوير وان جي، دي بتاخد وقت ووز اوير وان جي. ولكن قلت لك لو الحاجه لحظيه بتحصل في سريعه كده مره واحده فبنحط فيرب تصريف تاني. تعالى اوريك الجمله اللي بعد كده. بقول لك while I was driving، لما انا كنت بسوق العربيه مره واحده it broke down. يعني ايه broke down؟ اتعطلت. اسالك سؤال، كنت بسوق كنت بسوق يا جماعه والعربيه اتعطلت. هو لما انا كنت بسوق كان بياخد وقت صح كده؟ طب العربيه لما تتعطل هي هتاخد وقت طويل عقبال ما تتعطل ولا في لحظه صح؟ حاجه لحظيه. لو حاجه لحظيه قلت لك بنحطها تصريف كام تاني. حاجه تانية، هما الحدثين دول قطعوا بعض ولا ما قطعوش بعض؟ قطعوا بعض. ليه؟ واحد كان بيسوق مره واحده لقى نفسه العربيه وقفت، يبقى هو الاكشن بتاع السواقه توقف. ما دام الاثنين قطعوا بعض، واحد ووز اوير وان جي والناحيه الثانيه الفعل تصريف تاني، يعني باست سيمبل ماضي. يبقى عشان كده قلت بروك داون. طب ليه يا مس اميره قلتيها بقى بروك داون؟ عشان دي حاجه ايه؟ لحظيه، دي حاجه ما خدتش ايه؟ ما خدتش وقت.
تمام كده يا جماعه. الكلام اللي انا قلته ده في غايه الاهميه. يبقى انت لما تجيلك الجمله بعيده عن كلمه وايل هتسال نفسك هي الحاجه دي بتحصل بسرعه ولا بتاخد وقت. بتاخد وقت ويز اوير وان جي، حاجه سريعه لحظيه بتاثر يعني ايه بتفصل الشخص اللي هو الحاجه كان بيعملها، نحط فيرب تصريف تاني. تمام. طيب تعالى نحل بقى. احنا كل ده كنا المفروض بنراجع، احنا كنا بنراجع، احنا كده تقريبا كنا بنشرح، حرفيا كنا بنشرح. تعالى بقى نحل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك we arrived at 8 am، وصلنا الساعة 8 before the museum، قبل ما المتحف يبص. هو بيقول لك ايه arrived نص الجملة ماضي، قلت لك لو نص الجملة ماضي يبقى النص التاني ماضي صح؟ ما ده ماضي يبقى انا واحدة ماضي تبقى opened. بعد كده last term الترم اللي فات our class A an amazing day volunteering at national park. بيقول لك كانت بتعمل ايه؟ كانت بتستمتع بقى، كانت بتتطوع كده بيوم عظيم جدا في المحمية الطبيعية او المكان الطبيعي ده. فاقول بقى last term ده تعتبر ايه؟ last ماضي، احنا قلنا من كلمات الماضي last. هجيب ماضي، مين الماضي برضو اللي احطه؟ spent. طيب I at home عايز اقول كنت في البيت when it rained yesterday لما الدنيا مطرت. طيب هي when جه بعديها ماضي، يبقى هنا برضو المفروض احط ماضي. ينفع احط is؟ لا ده انا عايزه ماضي. ينفع احط am؟ لا عايزه ماضي. يبقى لي يا اما was يا اما where. هي اسمها I ايه؟ I was at home. قلنا I يا جماعه was، تتلخبطش الناس الجميله اللي كانت بتقولي I were، لا هي اسمها I was، اوعى تتلخبط اديني بقول. طيب while I ate the birds they suddenly flew away، هم مره واحده طاروا بسرعه. هي احنا قلنا while دي بيجي بعديها فيها I اهي، يبقى يجي بعديها was aware و ing ها، يبقى I was watching. بعد كده she was drawing كانت بترسم بكتشر while her brother لما كان اخوها بيعمل ايه؟ قلنا while برضو بيجي بعديها was aware وايه و ing، يبقى her brother تبقى was playing. بعد كده while I was selling food لما انا كنت ببيع الطعام الناس ايه over to talk not just buy food، الناس كانوا بيجوا كمان علشان come over كانوا بيجوا كمان عشان يتكلموا مش عشان بس يشتروا الاكل. يبقى هيقول ايه بقى؟ بص يا حبيبي، هو انت قدامك حل من اتنين. while I was لما كنت ببيع الطعام يا اما تقول was coming يا اما تقول came. بص بقى واحده واحده هنعرف منين؟ ما احنا قلنا ان كلمه while بيجي بعديها كده كده was aware و ing. الجمله البعيده حاجه من اتنين، يا فيرب تصريف تاني يا was aware و ing. هعمل ايه؟ هسال نفسي سؤال، هو ينفع اقول كانوا مستمرين بيجوا؟ يعني ايه كانوا مستمرين بيجوا؟ هي اسمها جم خلاص او اتوا عشان مثلا يتكلموا او حاجه. فكلمه يا ميس اميره كيم او كلمه كم مش هينفع اقول كانوا مستمرين بياتوا، مش هينفع اصلا احطها كده اي ان جي. ف was coming مش هتنفع، يعني دي ايه؟ الحدثين اصلا يعتبر كده بيقطعوا بعض، يبقى came people came over to talk. طيب بعد كده when I ايه؟ بص هي when فيها ايه يبقى هيجي بعديها فيرب تصريف كام؟ تاني، يبقى هحط got. بعد كده we were كلمه were بيجي بعديها ing يبقى we're studying. بعد كده my mother ايه lunch at اهو وقتين في الماضي، ودام وقتين في الماضي was aware وايه و ing. my mother مفرد تبقى was cooking. بعد كده وقت ايه at 7 o'clock امبارح برضو وقتين في الماضي مش وقت واحد. وقت يجي بعديها مساعد يبقى احط was aware و ing، دي مش هتنفع. التالتة دي مش هتنفع ودي كمان مش هينفع، انا عايزه ابدا بمساعد يبقى دي الوحيده اللي تنفع. where you doing. بعد كده ايه week I volunteered دي ماضي يبقى اقول ينفع next week؟ لا يبقى بدلها last. خليها احمر ماشي. بعد كده 2 I ate to the mall and bought، نص الجمله ماضي يبقى نص التاني ماضي، بقول ايه؟ ماضي كلمه going went انا رحت للمول. بعد كده 3 we were still احنا ما زلنا ايه؟ were بيجي بعديها فيرب فين؟ في الاي ان جي. ممكن احط still في النص عادي فاحط دي في الاي ان جي اسمها baking. بعد كده on Saturday morning انا حددت لك يوم اهو، قلت لك الصبح يوم السبت ما سبتها لكش فاضيه. كده كده في raining يبقى was aware و ing بدل it. يبقى it ينفع احط معاها were؟ لا يبقى was. طيب بعد كده بقول لك I a new friend when I moved to أسوان لما اتحركت لأسوان. when جه بعديها ماضي يبقى قبليها هقول ايه؟ انا كنت. ينفع اسالك سؤال؟ ينفع اقول لما انا كنت مستمر بعمل اصدقاء ولا انا كونت اصدقاء خلاص؟ فاقول انا كنت مستمر بكون، انا كونت صح. كونت دي بقى ايه؟ يبقى اسمها I made new friends. ايه ده ميس اميره؟ بس حضرتك قلت لنا when I moved او when عامه بيجي بعديها تصريف تاني بنحط قبليها was aware و ing. انت صح بس ترجم كده. هقول لما انا ينفع اقول لما كنت مستمر اكون بعمل اصدقاء؟ لا لما عملت خلاص اصدقاء، او عملت اصدقاء لما انا اتحركت لاسوان. عملت اصدقاء دي اسمها ايه بقى؟ يبقى اسمها كده ميد. طيب عايزيكم تسموا ليه بقى وتصلوا على النبي كده عليه افضل الصلاه والسلام. تعالى كده نحل السؤالين دول. بيقول لك when I met احمد لما انا قابلت احمد I ate tennis. ميس اميره قالت لنا when بيجي بعديها فيرب تصريف تاني، المفروض الناحيه التانيه بنحط was aware و ing. بس انا قلت لك لازم تسال نفسك الوز والوير الاي ان جي ينفع نقول كان مستمر بيعمل حاجه دي ولا ما كانش مستمر؟ تعالى نشوف هتنفع نحطها في الاستمراريه ولا لا.
لما انا قابلت احمد انا كنت مستمر بلعب تنس. ينفع اقول كده؟ عادي ينفع اقول كنت مستمر بلعب تنس، ما فيهاش حاجه. فاقول I was playing tennis. طب السؤال اللي بعديه بقى بقول لك when I was young، لما انا كنت صغير انا ايه تنس؟ لما انا كنت صغير كنت مستمر بلعب تنس ولا يا ترى انا لعبت وخلاص لما كنت صغير؟ انا بحكي لك اقول لك لما انا كنت صغير انا لعبت بقى وخلاص، مش في الوقت ده كنت مستمر على طول بلعب تنس يعني، لا. فانت لما تلاقي جمله بيقول لك when I was young لما انا كنت صغير، او يقول لك when I was kid لما انا كنت طفل، او child طفل برضو، اي حاجه من دي هتدل مع when على الصغر ان انت كنت صغير، اعرف ان الناحيه الثانيه حطها فيرب تصريف تاني، يعني الاجابه تبقى I played tennis على طول. مس اميره الكلام الخطير ده والله شفت، يبقى اعرف ان في فرق بين الاثنين. واحده حطيناها وز اور وان جي عشان كانت بتدل على الاستمراريه، لما انا قابلت احمد كنت مستمر بعمل حاجه، لكن دي لما انا كنت صغير انا لعبت خلاص تنس لما انا كنت صغير. يبقى احنا نخلي بالنا اقول ايه بقى، اقول I played tennis when I was young او kid او child I played tennis. تمام، يبقى احنا نخلي بالنا منهم، وانا حطهم لك مخصوص عشان ممكن يسيب كل ده ويقول لك جمله when I was young لما انا كنت صغير، فانت تتلخبط تبقاش عارف الاجابه تبقى ايه. فدي بحذرك وتخلي بالك وخلاص. طيب بعد كده وي وير، طبعا وير بعديها ان جي بدل كلمه having هتبقى الاجابه هاف هتبقى having. بعد كده بقول لك وات ايه هي دوينج اي ان جي وفي ماضي يبقى حط ووز او وير. طب هي يبقى وات هي ووز وات ووز هي. بعد كده مريم ايه اكات اسمها بوسي منوره يا بوسي when she was a child لما هي كانت طفله. اهو بص كده لك بقى when she was a child بتدل على الصغر ولا لا صغر، يبقى هنا احط الفيرب تصريف كام تاني. بقول بقى مريم ايه هذا كان عندها قطه. طيب I a movies on TV all day. بص اول ما تلاقي all day اعرف انه بتدل على الاستمراريه، يعني لازم was aware وان جي اهو طول اليوم امبارح، يبقى اقول I was watching كنت مستمر في الفرجه على الافلام. بعد كده we were playing احنا كنا بنلعب في التورنمنت when I ايه my uncle اللي هو ايه الكاحل بتاع رجلي، يبقى كلمه when قلنا هيجي بعديها ماضي يبقى I broke كسرت. طيب بعد كده هنيجي على يونت 9 ما فيهاش حاجه، احنا كنا بنتكلم فيها على الفيوتشر يا شباب. خد نفس عميق، انا عارفه ان الفيديو طول مني جدا وطول من حضرتك وطول مننا، ولكن انا حاسه ان انا مش براجع، انا حاسه ان انا بشرح من اول وجديد. حبيب قلب ماما منور عشان كل ده، عشان ما فيش اي حاجه تفوتك. تخيل فداك الدنيا والاخره يا حبيبي، فداك الدنيا والاخره. مش انزلي اعملي كومنت، لو ما عملتيش كومنت انت حر. طيب انا هاخد دلوقتي الفيوتشر، وقفني شويه معلش وخد استراحه بريك كده، روح بلاش تمسك التليفون. اديني بقول لك اهو، لان التليفون هيضيع من وقتك وهتفضل قاعد بقى ايه وسايب اللي وراك الامتحان بكره، مش فاضيين. فانت تعمل ايه، روح اعمل لك حاجه تشربها، خد لك حاجه كلها، اعمل لك سندوتش ولا حاجه وتعالى نكمل. تمام، المهم تفصل بس كده شويه، ممكن تكلم حد من اخواتك او مامتك او باباك او اي حد. طيب بلاش برضه تمسك التليفون تاني تقول لي هروح اكلم صاحبي، بلاش تكلمه، دي بقول لك اهو. طيب هناخد الفيوتشر المستقبل. هو انا عندي يا ميس اميره الفيوتشر بكام شكل؟ عندي الفيوتشر ده باشكال كتير، بس انت عشان صغنن لسه هنديك 3 اشكال بس دلوقتي. اذا صغنن انه 3 اشكال، اما لو كبير هنشوف بقى لما تكبر هناخد ايه. انا عندي الفيوتشر يا ميس اميره بتبقى حاجه اسمها ويل، او بحاجه اسمها am و is و are going to والمصدر، او بحاجه تانية اسمها am او is او are والفيرب I N G. ميس اميره اللي انت بتقوله لنا ده تعالى افهمك بدل ما انت كده عمال تغني معايا وخلاص. اول حاجه هاخد ويل. هي ويل دي يا ميس اميره بتيجي مع ايه بقى؟ بص تعالى افتكر، بتيجي مع بريدكشن من غير دليل، مع threat تهديد، يدينا future fact و quick decision promise offer request. مش فاهمين اي حاجه، تعالى افكرك. يعني ايه بريدكشن من غير دليل؟ معناها تنبؤ من غير دليل. انا بتنبأ حاجه مفيش دليل عليها، يعني بقول لك ايه ده الدنيا هتشتي. يا ميس اميره انت ايه الدليل اللي عندك؟ يعني ما اعرفش، مع نفسي كده قلت الدنيا شكلها هتشتي، احساسي يراودني بيقول لي ان هي تشتي. لا مش بالاحساس، هي حضرتك عندك دليل؟ لا، ما دام ما عنديش دليل هنحط كلمه ويل. يبقى ويل بتيجي مع التنبؤات في المستقبل من غير ما يكون في دليل، مع شويه كلمات بحطها. لو انا عندي كلمه think يعتقد، probable معناها من الممكن، sure متاكد، hope believe بيؤمن او بيصدق. لو عندي الكلمات دي كلها يا ميس اميره وما فيش دليل على كلامك هحط ويل والمصدر. طب ويل دي ليها اختصار؟ اختصارها apostrophe دبل ال. طب ليها نفي؟ اسمها ويل نوت لما ندمجها مع بعض يبقى اسمها won't. ده الكلام ده مهم جدا. طيب بتيجي قلنا مع البريدكشن من غير دليل، مع ثريت. ايه ثريت؟ او الثريت اللي هو التهديد، لما اكون بهدد حضرتك بحاجه اقول لك خلي بالك one more mistake I will punish you، غلطه كمان وهعاقبك يا ابني، خلي بالك من غلطاتك. طب انا بعمل ايه؟ بهدد حضرتك. ما تجيش كتير في الامتحانات بس ابقى عارفها.
يدينا future fact. ايه الفيوتشر فاكت؟ الحقيقه المستقبليه. بص بقى، حقيقه مستقبليه بتيجي مع العمر او عيد الميلاد، بتيجي مع العمر او عيد الميلاد تاني. دي بتيجي عايزه اقول لك بكره ان شاء الله هكمل 25 سنه، فاقول لك tomorrow بكره I will be 25 years old، مش انا بس بقول لك يعني. يبقى تاني كلمه لما يكون في عيد ميلاد او يكون في عمر احط معاه will بالمصدر. طيب بقول لك كمان بتيجي مع القرارات السريعه، الكويك ديسيشنز. يعني ايه قرار سريع؟ بص يا حبيبي، حد بيخبط فانا هعمل ايه؟ هاخد قرار في ساعتها، يا اما اروح افتح يا اما مش هروح افتح. تمام كده؟ اقول لك someone knocks on the door، يعني بيخبط على الباب، I will open it او I want to open it، مش هفتح، انا حر. يبقى ده ما قعدناش نفكر ونخطط، لا القرار طلع على طول. تمام. تيجي مع البروميس، الوعد. لما اقول لك عارف انت قفل بس واديك ان شاء الله ال 200 جنيه، ده حقيقه ان شاء الله انت قفل بس. هقول لك if you get full marks، لو انت جبت الدرجات النهائيه I will give you 200 pounds، هديك ان شاء الله 200 جنيه، يلا على بركه الله. تمام. بتيجي كمان مع يبقى بتيجي مع request الطلب، او بتيجي مع الاوفرز العروض. مش بتيجي كتير في الامتحانات، انت بس ركز في اللي انا قلتهم. لما يكون تنبؤ من غير دليل، حاجه ليها علاقه بالعمر او العيد ميلاد، بحط will المصدر. قرار سريع اتخذ في ساعتها، بحط برده will المصدر. طيب امتى يا ميس اميره بنحط ام وايز وار بقى جوينج تو المصدر؟ بتيجي مع، بص بقى انا هلخصها لك بطريقه حلوه قوي. بتيجي مع خطه نيه قرار دليل، خطه نيه قرار دليل. قول ورايا يا حبيبي، خليك تحفظ. ميس اميره الامتحان بكره، معقول في حد مش حافظ؟ يمكن تكون ناسي، انا هعتبرك ناسي. تمام. وانا بفكرك تاني، ام وايز وار جوينج تو المصدر بتيجي مع خطه نيه قرار دليل، خطه نيه قرار دليل. يعني ايه كلمه خطه؟ يعني بلان، انا بخطط لحاجه. طب يعني ايه كلمه يخطط؟ بلان برضو. طب يعني ايه كلمه نيه؟ اسمها بص القلم واقف، intention معناها نيه. طب يعني ايه كلمه ينوي؟ اسمها intend. لو لقيت اي كلمه من الكلمات دي اعرف ان احط ام وايز وار جوينج تو المصدر، افهمك يعني ايه. طب قرار، يعني ايه كلمه قرار؟ decision. طب يعني ايه قرر؟ decide. طب يعني ايه دليل بقى؟ افهمك. لما اقول لك ايه ده دي الدنيا هتشتي، ليه بقى ميس اميره هتشتي؟ علشان انا شايفه فيه كتير من السحب. هو انا قلت لك هتشتي وفضلت ساكته، ولا قلت لك دليل على الكلام دليل؟ ما دام قلت لك دليل يبقى احط ايه؟ يبقى احط ام او از اور جوينج تو المصدر. اقول لك there are a lot of clouds، في سحب كتير. تمام. طب يعني ايه بقى ميس اميره خطه نيه قرار دليل؟ هفهمك. دلوقتي انت عمال تخطط مع نفسك، تمام، وعمال تحلم احلام يقظه وتقول اخلص بس ومن هنا على شرم الشيخ على طول، مش هفوت لحظه. فانت بتعمل ايه مع نفسك؟ انت بتخطط ان انت قدام هتسافر شرم الشيخ. انت اشتريت تذاكر؟ لا. انت حددت رتبت؟ لا. انت لسه بتخطط، لسه بتفكر، لسه بتاخد القرار. فلو انت لسه بتفكر في الحاجه دي، في الامر دي، والحاجه دي بتاخد تفكير، يعني بتاخد وقت في التفكير، فبحط معاها ام وايز وار جوينج تو المصدر. تمام. فده مهم جدا. ميس اميره يعني لو لقيت اي كلمه من دول او انت كاتباهم دول، احط ام وايز وار جوينج تو المصدر؟ لازم يحط ام او از او ار. ادي اول حاجه. تاني حاجه بحط جوينج تو على بعضها. وتالت حاجه احط الفعل في المصدر. لازم الثلاث اشكال يبقوا موجودين. طيب بقول لك بقى امتى بحط اخر شكل ام واز وار واي ان جي؟ ايه ده ميس اميره؟ مش ده بيدل على المضارع المستمر دلوقتي، حاجه بتحصل دلوقتي، حاجه حالا؟ اقول لك وممكن تيجي كمان مع المستقبل. ايه؟ انت مش مجرد بتخطط بقى وترتب، انت رحت تعيط لبابا وماما قلت لهم انا قاعد بموت بقالي قد ايه في الدراسه، ومش ما خرجتش ولا عملت ولا رحت في حته. يعني هم اتاثروا بكلامك، ابنهم بقى، ومش عايزين يزعلوه. فهيعملوا ايه؟ هيروحوا على طول يحجزوا طياره توديك شرم الشيخ. مش هيروحوا كده عادي بباص ولا لا، رايحين بطياره. بجد يعني بجد ربنا يكرمكم. فلو انت هم راحوا حجزوا التذاكر، جهزوا الشنط بتاعت حضرتك وجهزوا كل حاجه ومستنيين يوم اللي يسافروا فيه، فانا كده انا بعمل ايه؟ انا لسه هرتب ولا انا رتبت؟ لو الحاجه دي انت رتبت لها وخططت لها خلاص وجهزت فيها كل حاجه ومستني بس يوم ان انت هتنفذ، فاحط ام وايز وار واي ان جي. يبقى افتكر جوينج تو حاجه بفكر فيها لسه بخطط لها، ولكن ام وايز وار واي ان جي انا خلاص رتبت لها بالفعل. يبقى دي يا ميس اميره بحط لها ايه بقى؟ لما تلاقي شويه كلمات، تعالى كده اوريك الكلمات. لو بيقول لي انا بعمل ارينج يعني بيرتب، او عملت الارينجمنتس كلها الترتيبات، او اقول لك ده انا عملت بوك للتيكتس. ايه ده؟ يعني ايه بوك؟ كتاب. وممكن يبقى انا حجزت التذاكر بتاعتي. انا ما باجيش جنبها، بص هي لا اله الا الله. طيب او اقول لك everything is ready، يعني كل حاجه خلاص بتكون احنا مستعدين ليها. لو لقيت اي حاجه من دول اعرف ان الحاجه دي ايه؟ خلاص انا مستنيه، انا خلاص رتبت لها ام وايز وار وان جي. طب كمان لما تلاقي وقتين في المستقبل، يعني ايه وقتين في المستقبل يا ميس امينه انت بتقوله لي ده؟ بص يا حبيبي، لما اقول لك مثلا tomorrow، بص انا دلوقتي عايزه اخرجكم بقى، طلع عينيكم بقى، هقول لك بكره ان شاء الله tomorrow at 3 o'clock عامله رحله انا لعيالي. تمام. بكره الساعه 3 هنتجمع كلنا، رايحين ايه؟ رايحين البارك
هي ديت يا جماعه، رايحين البارك وخلاص، انا مش عارفه انطقها دلوقتي. لو رايحين يا جميس اميره البارك الحديقه مع بعض، واحنا عايزين ايه، انا قلت لك بكره نتقابل ولا حددت لك وقت؟ حددت وقت، يبقى معنى ذلك الحاجه دي خلاص ان شاء الله هننفذها. ما دام انا عندي وقتين في المستقبل احط ام وايز وار واي ان جي. طب فاكر لو انا قلت لك من شويه لو عندي وقتين في الماضي بحط وز او ايه واي ان جي؟ جدع، الله ينور. لو انت جاوبت عليا يبقى انت الله ينور عليك. طيب بص بقى يا حبيبي، كلمة in the future دي معناها في المستقبل، كلمة soon قريبا دي كلمات المستقبل بشكل عام، tomorrow معناها بكرة، next القادم، next week بقى months here هكذا. طيب اعرف برضو ان كلمة tonight الليلة من ضمن الكلمات. كلمة in a few معناها في غضون، يبقى لما اقولك in a few 5 minutes معناها مثلا في غضون 5 دقائق كده، يعني خلال 5 دقايق الحاجة دي هتكون ايه، اتنفذت بقى واتعملت. طيب تعالى نبدا نحل. طبعا اياد، يا اياد تعبتنا يا اياد والله العظيم، يعني بص مش هقول اياد ايه بقى، هسيب ايه، احنا عندنا اياد حبيب قلب ماما، حبيبي متفوق تفوق ان شاء الله. فكروني ابقى اصور لكم صوره معايا بقى، حبيبي منور. اياد ويل ايه يا جماعه؟ طبعا ويل بيجي بعديها مصدر، احنا لسه قايلين، يبقى اكيد الاجابه مصدر تبقى جو. بعد كده perhaps دي من ضمن الكلمات، خلي بالك اللي بيجي معاها ويل والمصدر لو ما فيش حاجه بتدل عليها، يعني ما فيش يعني دليل. perhaps يمكن كارمن ايه us next week end الاسبوع الجاي، يمكن ايه، يمكن تزورنا ان شاء الله. perhaps تدل على المستقبل، يبقى will عامله شبه كده كلمه hope يامل، وكلمه expect معناها يتوقع، برضو شبه الكلمات اللي لسه قايلها لك فوق. طيب بقول لك we go to the cinema next week we are sure، احنا متاكدين ان احنا رايحين ان شاء الله للسينما. طيب بص، عايزه حاجه بتدل على ايه بقى، على المستقبل. بص بيقول لك ايه، هقول هو تقريبا هما مش رايحين السينما، هما متاكدين. هقول aren't، لا اصلا كلمه aren't دي بيجي بعديها ing مش هتنفع. haven't دي اصلا بيجي بعديها تصريف تالت برضو مش هتنفع. هقول كلمه we want to go، ممكن تمشي want وكلمه not. ثانيه بقى، ينفع not going ولا هي اسمها، لو هقول هقول we are not going، يعني دي ناقصها are اصلا، يبقى دي كده مش هتنفع، يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع want. بعد كده when is يوسف going to ايه، to مرسى مطروح، طبعا going to بيجي بعديها مصدر يبقى travel على طول. بعد كده where are your family ايه spend، طبعا or بيجي بعديها ing فتبقى انهي واحده، تبقى اسمها going to. بعد كده فريده visit her aunt هتزور عمتها، she decided هي قررت ده مع her family مع عائلتها. طبعا decided معناها قرر، المفروض am و is و are going to المصدر، ده اللي احنا قلناه am و is و are going to المصدر، قلت لك تيجي مع خطه نيه قرار دليل، يبقى هتبقى ايه فريده طبعا is going ناقصها to فدي غلط، going ناقصها قبليها is غلط، يبقى الوحيده اللي كامله is going to. طب ليه مش will؟ عشان انا عندي كلمه decided قررت. بعد كده زي ايه go shopping tomorrow it's all planned، plan برضو معناه ايه، حاجه بيخططوا لها، قلت لك يبقى من كلمات am و is و are going to المصدر، يبقى are going to. طارق ايه the university he likes because he has got full marks، هو جاب الدرجه النهائيه، يبقى هو معنى ذلك هيلتحق مفروض بالكليه اللي هو عايزها. طيب انا كده عندي دليل ولا ما عنديش؟ عندي دليل ان هو حصل على الدرجات النهائيه، يبقى اكيد طبيعي بشكل طبيعي هيلتحق في الجامعه بقى اللي هو عايزها، يبقى الاجابه تبقى is going to join عشان عندي دليل على الكلام. بعد كده هايدي hopes بتأمل شيء ايه at a teacher when she grows up لما تكبر. hope قلنا بيجي بعديها ايه، المفروض والمصدر، فتبقى طبعا going برضو going مش تنفع لان ناقصها قبليها am و is و are مش مكتوبه، فالوحيده اللي تنفع will work. بعد كده on Monday ان شاء الله يوم الاثنين hair cut الساعه 2، انا كده محدده صح، ان شاء الله هروح اقص شعري الساعه 2 يوم الاثنين، يبقى تبقى اسمها I am having. بعد كده we a at 3 o'clock as arranged، ده هو زي ما رتبنا يبقى am و is و are و ing، اوعى تقول لي will، قلت لك arranged دي am و is و are و ing تذاكرهم، يبقى we are meeting. بعد كده I a visiting ing، يبقى will مش هتنفع، يبقى حاجه من الثلاثه دول، طبعا I يجي معاها I am visiting. بعد كده I promise، كلمه promise ده وعد، قلت لك الوعد بيجي معاها will والايه والمصدر، يبقى I will call you. بعد كده she thinks معناها يعتقد، ايه التاني وجعت قلبنا، ايه bring his car بيحضر العربيه بتاعته، هو بيقول لي not، طب مش think دي لسه قايلين بتيجي معاها will، يبقى هقول will واحط معاها not يبقى اسمها want. بعد كده what ايه going، طبعا what تيجي بعديها المساعدين، فاقول you are ولا اسمها are you. بعد كده خالد will ايه will يجي بعديها مصدر، يبقى الاجابه arrive. بعد كده بسمة ايه a camera tomorrow as intended، يعني زي ما في نيتها تعمل، قلنا intend معناها ينوي صح، يبقى احط معاها going to المصدر، يبقى بسمة am او is او are is going to buy، يعني سوف تشتري to وحط buy. بعد كده I'm sure انا متاكد، على فكره I'm sure برضو من الكلمات المفروض بيجي معاها will المصدر، فاقول زي ايه بقى، زي هو في join مصدر اهو
اخلي will ان فيها يبقى اسمها want join. بعد كده ايه عايز ده سؤال وبيقول لك مروان ويل، ينفع اقول مروان ويل ولا ويل مروان؟ ويل مروان. طب ليه يا ميس اميره؟ عشان ده اصلا سؤال يبقى لازم ابدا بالمساعد الاول، وخلي بالك كل لو جت في الاول اجابه بيس او نو. بعد كده وات ايه دو تومورو، طبعا برضو هنعكسها يبقى اسمها ويل يوسف، حط المساعد الاول وبعد المساعد الضمير. بعد كده on Thursday يوم الخميس AIA to هروح للدنتست الساعه 12. احنا كده مرتبين الميعاد صح؟ ما دام مرتبين الميعاد يبقى احط ام وايز وار واي ان جي على طول. لو في وقتين في المستقبل هو حدد لك يوم الخميس الساعه 12. طب ميس اميره دلوقتي ده هنا وده هناك عادي مش مشكله، المهم وقتين، ما دام وقتين يبقى حط وفي المستقبل اهو ام او اذا ار واي ان جي بقى I am going. طيب she visit her grandma الساعة 5 برضه next Tuesday التلات الجاي، وقتين في المستقبل يبقى اقول ايه بقى she is visiting، احط ام و is و are وايه و I n g. طيب سمي الله معايا وصلي على النبي عليه السلام. ده كده يونت 9. يونت 10 بقى بص بقى انا هحاول ايه اقول لك المختصر المفيد. احنا عندنا في يونت 10 عندي كلمة اسمها if دي معناها ايه؟ اذا او لو. لا اله الا الله. ميس اميره الفيديو طويل قوي، ما انا قلت لك بقى اعمل لي ايه جريني كده عشان تخلص نفسك. if بتيجي مع ليها كام حاله؟ ليها زيرو وفيرست وسكند وثيرد. احنا هناخد انه حاله؟ هناخد بس الزيرو وهناخد الحاله الفيرست الاولى. تعالى افكرك الحاله الزيرو دي كانت بتيجي بعديها ايه؟ بريزنت سيمبل، والناحيه الثانيه بريزنت سيمبل. طب ميس اميره في الحاله الاولى كانت بتيجي بريزنت سيمبل ولكن الناحيه الثانيه كنا بنحط ويل والمصدر. طب ميس اميره يعني ايه بريزنت سيمبل؟ اصلا كنت اقول احط الفيرب اس يا ما احطش، بحط حرف الاس مع المفرد، ما بحطش حرف الاس مع الجمع. حلو قوي الكلام ده. افتكر معايا ايه في الزيرو كونديشنال هي ايه في الحاله الصفريه؟ امتى كنت بحطها؟ كنت بحطها مع الفاكت الحقيقه، حاجه حقيقيه او حاجات مترتبه طبيعي قوي تحصل مع بعض. يعني اديني مثال يا ميس اميره. يعني مثلا اقول لك تعالى كده نطلع مثال من هنا. if water cools to temperature of 0 celsius، يعني لو انت حضرتك هتجمد الميه لدرجه حراره 0 ايه اللي هيحصل لها؟ هتتجمد. طب يبقى اقول لك it always freezes into solid ice. عملت ايه؟ حطيت هنا بريزنت سيمبل، حطيت اهو كولز وحطيت هنا بريزنت سيمبل برضو. طب ليه؟ عشان دي حاجه طبيعيه. حضرتك لما هتجمد الميه او لما هتاخد الميه تبردها لدرجه حراره 0 هتعمل ايه؟ هتتجمد. دي حاجه طبيعيه، حاجه فاكت. يبقى ما دام حاجه فاكت بحط بريزنت سيمبل بريزنت سيمبل. تمام. حاجه ثانيه لما الاقي كلمات، بص مش اولويز دي من كلمات البريزنت سيمبل، لما الاقي كلمه من كلمات البريزنت سيمبل اعرف برضو ان انا هحط بريزنت سيمبل. ما هو انا لاقي كلمات من كلماتها يبقى اكيد احط بريزنت سيمبل. تمام. طيب امتى احط بقى الحاله الاولى دي بقى؟ بحط الحاله الاولى يا ميس اميره لو انا بقول لك مثلا حاجه بتدل على الاحتماليه. اقول لك حبيبي ان شاء الله لما او عندما او لو جبت درجات حلوه انا هكافئك واديك ال 200 جنيه. هو انت اكيد هتجيب الدرجات الحلوه؟ لا، يعني مش شرط تجيب درجات حلوه، مش شرط تديك ال 200 جنيه برضو. يعني دي كده حاجه بتدل على الاحتماليه. لو حاجه احتماليه مش فاكت يبقى حط ايه في بريزنت سيمبل، والناحيه الثانيه ولو المصدر. يبقى اقول مثلا اف، عايزه اديك مثال على طول. مثال هنا اهي مثلا if you study hard، لو انت ذاكرت بجد you will succeed، هتنجح في الاكزام. على فكره في ناس بتذاكر وما بتجيبش درجات برضو بعد الشر عليكم يعني، بس بعيد عننا. فاف جاء اهو بعديها present simple والناحيه الثانيه will والمصدر. عايزه اقول لك حاجه بقى ان ساعات ما بيحطش ضمير الجمله الثانيه. ازاي؟ اقول لك if you go to the supermarket، لو رحت للسوبر ماركت يعني buy me، اشتري لي بعض الشجر. هنا في ضمير؟ لا. لو ما فيش ضمير حط الفعل في المصدر على طول. احط الفعل فين؟ في المصدر. طب على فكره كلمه if دي ممكن اشيلها واحط بدلها كلمه ثانيه بتساويها اسمها when، معناها عندما برضو. ايه ده وين تاني؟ ما قلت لك دي حربايه بقى وليها اشكال كتير. طيب تعالى نحل بقى الكلام ده على طول. بقول لك فريده ايه the party if she doesn't get the tickets، لو هي مش معاها التيكتس هتخش البارتي اكيد مش هتخشها، مش هتحضرها صح؟ يبقى عايزه الجمله تبقى منفيه. if جاب بعديها مضارع يبقى الناحيه الثانيه هنحط ايه؟ يا مضارع يا will والمصدر. اسالك سؤال، هو ديت حاجه اكيده يعني؟ لا على فكره ممكن ما يبقاش معاها تيكت وتدخل برضو الحفله، ما لوش علاقه. يبقى هقول ايه بقى؟ هقول فريده won't attend. يبقى if بيجي بعديها مضارع. اوعى تحط بعد if will يا جماعه، خلي بالكم قلت الكلام ده قبل كده. if مخصصه مع will اوعى تحطها معاها. if بتكره will يعني اوعى تحطها بعدها، امال احطها فين؟ عايز تحطها حطها قبلها مش بعدها. طيب تعالى نشوف السؤال التاني بيقول لي ايه بقى. بيقول لي if اميره اسمي منور في كل حته، لو اميره doesn't hurry، لو مش هتنجز نفسها او لو مش هتسرع هتعمل ايه في الاتوبيس؟ miss the bus، اكيد هتفقد الاتوبيس يعني مش هتركبه. يبقى هتفقده يبقى will، عشان في ناس لازم تترجم. في ناس يقولوا ممكن يقولوا want، لا خلي بالك ترجم عشان ساعات بتمشي بالترجمه. if we leave، if جه بعديها present simple يبقى الناحيه الثانيه ممكن اقول will، ولا مش هينفع اقول or عشان دي مصدر فتبقى will، we will be on time. طب if جه بعديها present simple لو انا كلمت كول كارمن ايه she helped me، ده سؤال بقى هتساعدني طبعا. if جه بعديها present simple الناحيه الثانيه احط بقى ايه؟ احط معاها
will she will help me. طب اقول لك على حاجه، على فكره ميس اميره ممكن نحط does، انت صح، بس ليه؟ عشان احنا قلنا if ممكن يجي بعديها. الناحيه التانية ممكن نحط will، وممكن احط على فكره present simple، فممكن احط does. امال اعرف منين؟ شوف هي فاكت ولا مش فاكت، حقيقه ولا لا. بيقول لك لو انا كلمت كارمن هل هي هتساعدني؟ على فكره ممكن تساعدها وممكن لا، الله اعلم. يبقى عندك دي مش حقيقه، يبقى ده مش حقيقه، احط will. طيب if they aim me the job الوظيفة I will accept it، هقبلها. if هيجي بعديها كده كده will اهو، يبقى احط الناحية التانية present مضارع، يبقى الإجابة if they offer. بعد كده I ask you about the latest news، أحدث الأخبار. if جا بعديها present simple، يبقى احط الناحية التانية will والمصدر will tell. بعد كده if رجب invites you، لو هيدعوك you go to the party، لو هيدعوك هتيجي. طب انا بسأل، يبقى ممكن احط do، بس ده فاكت، لا مش فاكت، يبقى مش ينفع، يبقى انا هقول will. بعد كده computers get hot، بتبقى سخنه. if we طبعا هنا مضارع، يبقى بعد if برضو كده كده بيجي بعديها اللي احنا خدناه مضارع، يبقى we use. بعد كده if you ate enough you feel tired، لو انت هتحس ان انت تعبان، لو انت ما نمتش كفايه، صح؟ يبقى if يجي بعديها مضارع، يبقى if you don't sleep. بعد كده if you don't drink enough، لو انت مش هتشرب كتير you will يجي بعديها مصدر. المصدر اسمه have، you will have مش has، خلي بالك. في ناس هتيجي عارف تقول she will، اقول she will has، لا يا حبيبي she ماليش دعوه بشي، هي will هي القويه، بيجي بعديها مصدر، يبقى she will have برضو، مش تبقى فاهم. بعد كده this app will will يجي بعديها مصدر، فتبقى work بس من غير ing. طب بعد كده بيقول لك البيبول فيل هتحس confused ان هي مرتبكه if they many choices، لو بقى عندها اختيارات كتير. طبعا if جاء قبليها مضارع، يبقى هنا مضارع، يبقى if they have. بعد كده I don't delete، مش هحذف الملفات دي if they لو هم مهمين. طبعا if هيجي طبعا مضارع، يبقى هنا برضو مضارع. يبقى بص، اول ما يجيب لك verb to be يبقى انا قدامي في المضارع حاجه من الثلاثه، يا اما احط am او is او are. يبقى تاني اول ما يجيب لك be يبقى احط am او is او are. طبعا على فكره ممكن اخليها being برضو، احط له ing، ماشي صح. طب لو ماضي ممكن اقول was او will. يبقى انت تعرف ان دي كل الاحتمالات اللي ممكن احطها لو انا عندي be. يبقى اقول زي بقى they are important لو هم مهمين. بعد كده if you don't stop looking at the screen now، لو مش هتبطل تبص على السكرين الشاشه دلوقتي you get a headache، هتصاب بالصداع، هتصاب بالصداع، بدل would اخليها will. بعد كده بقول لك ream always، طبعا لقينا كلمات present simple يبقى اكيد present simple، تمام؟ يبقى بدل take ream مفرد يبقى اقول takes. بعد كده if I stay online too long my eyes هيحصل له هتتعب. دي حاجه طبيعيه يا جماعه، دي حاجه فاكت حقيقيه. لو انت فضلت باصص للموبايل وقت طويل اكيد عينك هتتعب، تمام؟ يبقى قولي بقى، هقول my eyes hurt. بعد كده plants النباتات if they don't get enough water، لو ما فيش ليها ميه كافيه. بص طبيعي، هو لو انت ما حطيتلاش ميه كافيه يعني هيحصل لها هتموت. يعني دي حاجه فاكت، قلنا ما دام فاكت يبقى present simple، صح كده؟ يبقى البلانت بقى هتداي. كلمه dying دي رجعها اصلها، شيل ing بس اسمها داي كده، النباتات هتموت. بعد كده if it قلنا بي ديت يبقى am او is او are او was او were او being، او على حسب بقى، شوف انت. I go ده مضارع، يبقى هنا كمان لازم تبقى مضارع، يبقى it is. طيب خلصناهم، الف مبروك والله. مش عارفه لكم بصوا يا جماعه، مش احنا خدنا من اشكال المستقبل 3 من شويه؟ هناخد شكل رابع. ده ميس اميره مش قلت لنا مش هناخده دلوقتي؟ لا، الشكل الرابع للاسف هناخده في الوحده دي. هو عباره عن بريزنت سمبل، ما احنا لسه واخدينه ميس اميره. بيدل على او بيتكون من احط الفيرب اس يا ما احطش، بنفيه بكلمه اسمها دونت او doesn't، بحط الاس مع مع المفرد، يعني شي بلايز. طب لو وي جمع اقول وي بلاي، يعني لو انا عندي ضمير جمع ما بحطلوش حرف الاس. طيب ميس اميره ازاي بيدل على المستقبل؟ مش ده كان بيجي مع حد يفكرني؟ بتيجي مع حقيقه تكرار جدول مواعيد. حقيقه تكرار جدول مواعيد. انا بقى عايزه اخد التايم تيبل، جدول مواعيد. لما اقول لك انت عارف ان بكره القطر هيمشي الساعه 3، اسالك سؤال، هو القطر هيستنى حضرتك لو اتاخرت؟ لا طبعا، ده جدول ميعاد يعني ده جدول ميعاد ثابت. لو انت جيت 3:30 هتلاقيه اوريدي ماشي، صح؟ ما دام الحاجه دي ليها جدول ميعاد ثابت هحطها بريزنت سيمبل. انا هعمل بقى دلوقتي؟ هحط لك شويه اسئله وانت هتحلهم، حرفيا مش سهلين، لو جم في الامتحان يوقعوك، بس انا هحطهم لك علشان ما يبقاش في اي حاجه تقع من عيالي. يقول لك the train tomorrow at 3 o'clock، ان شاء الله بكره الساعه 3. بقول لك تختار leave ولا leaves ولا is leaving ولا will leave. هيجي عيل وراك براس بخاخه هيقول لك اجابه خاطئه. هقول لك الاول العيل اللي براس بخاخه هيقول لك وبعدين انت هترد عليه تقول له وقول له حبيبي انا من جيش ميس اميره، انا من عيال ميس اميره يا حبيبي. بص بقى، بكره الساعة 3 العيل اللي براس بخاخة وراك هيقول لك بكرة الساعة 3 وقتين في المستقبل، يبقى ام ويز وار واي ان جي. انا كنت عارفها كده، لما الاقي وقتين في المستقبل ام ويز وار واي ان جي ده اللي براس بخاخة. عيل انا مش هتقول كده بقى. بص بقى عيالي بقى هتقول في اللجنة؟ القطر
هيمشي بكره الساعه 3. هو القطر ده حاجه مرتبين لها ولا القطر دوت جدول مواعيد؟ لا ده جدول مواعيد، هو القطر مش هيستناني لو اتاخرت عليه. ما دام جدول مواعيد، لسه قايلك الجدول مواعيد بريزنت ايه؟ سيمبل، صح؟ يعني حط الفيرب اس يا ايه يا ما احطش. يبقى انا ولا هتاثر بتمورو ولا هتاثر بالساعه 3 ولا هتاثر بحاجه، انا هتاثر ان ده جدول مواعيد، وجدول مواعيد احط الفيرب اس يا ما احطش. يبقى الاجابه تبقى leaves the train leaves. ايه ده يا ميس اميره؟ طب والوقتين في المستقبل عادي ولا كاني شايفاهم. جدول مواعيد الاقوى، جدول مواعيد الاقوى ده السؤال ده لو جه ناس كتير قوي تتلخبط فيه، مش تبقى عارفه. اديني بقول وبحذر، هتلاقيه تاني يوم وهتقولي انت سمعنا من كلام ميس اميره، هطلعه لك من الفيديو وابعته لك على الجروبات، خلي بالك. اديني بقول. اللي بعديها بيقول لك I A you tomorrow at 3 o'clock. عايزه اقول كلمه meet غلط. meet غلط. هو بقول لحضرتك هقابلك بكره الساعه 3. بص بقى اسال نفسك الاول، هو ده جدول مواعيد؟ لا عادي، بقول لك هقابلك انت، يعني ما فيش غير انا وانت اصلا اللي هنتقابل. يبقى معنى ذلك انا لو اتاخرت شويه عادي، ما انت هتستناني، لو انت اتاخرت انا هستناك عادي. يبقى معنى ذلك ده جدول مواعيد ولا دي حاجه مرتبين لها؟ حاجه مرتبين لها. ما دام حاجه مرتبين لها ام وايز وار وان جي، يبقى لما تلاقي وقتين في المستقبل تسال نفسك ده هو ده جدول مواعيد احطه بريزنت سيمبل ولا دي حاجه مرتبين لها ام وايز وار وان جي؟ يبقى خلي بالك خلي بالك. يبقى هنا الاجابه اي ام ميتنج. ليه؟ عشان دي حاجه مرتبين لها. طيب السؤال اللي بعد كده اي ايه. طب بص بالمره، لو قال لي ذا ترين او قال لي مثلا ذا بروجرام اللي هو البرنامج، او قال لي مثلا ايه تاني، قال لي ذا فيلم، الفيلم هيبدا الساعه 5 بكره الساعه 5، ده ليه جدول ميعاد، انت فتحته الساعه 5:30 هتلاقيه بدا او شغال. تمام. الماتش يا حبيبي الساعه 4 شغال، انت فتحت 4:30 هتلاقيه برده ستيل شغال. فيبقى انت تسال نفسك الحاجه دي ليها جدول ميعاد منتظمه بيه كده، تمام، ولا احنا مرتبين مع بعض ام ويز وار وان جي، حاجه ثابته جدول ميعاد ثابت كده، حط بريزنت سيمبل. طيب اللي بعد كده بقول لك ايه بقى، اي اي يو يسترداي ات 3 o'clock. ايه ده يسترداي ده مش مستقبل، انا لسه قايلك لو في وقتين في الماضي وز اوله ايه وان جي، بقول اي واز ميتنج يو. طب اللي بعديها اي اي يو يسترداي، انا لقيت يسترداي بس بتدل على الماضي، بقول اي ميت بس، اي ميت يو يسترداي، لان لو قلت لك لو وقت واحد بس في الماضي بحط الفيرب تصريف تاني. بعد كده اي اي يو تومورو. حلو قوي السؤال ده بصراحه وعجبني. عايزه اقول لك انا هقابلك بكره يا حبيبي، هو انا اكدت عليك؟ يعني انا قلت لك الساعه كام هنتقابل ولا ما قلتش؟ ما قلتش، صح؟ لو انا ما قلتش امتى بالظبط الحاجه دي هتحصل، يبقى انا ايه في نيتي، يبقى انا بخطط ليها. قلنا مين اللي بيدل على النيه او التخطيط؟ ام ويز وار جوينج تو المصدر، يبقى الاجابه تبقى ايه بقى؟ اي ام، لا اله الا الله، I am going to meet you. I am going to meet. الكلام ده في غايه الاهميه، علشان انا ما حددتلكش امتى بالظبط هنتقابل، انا سبتها لك مفتوحه، فعشان كده حطيت ام وايز وار جوينج تو المصدر، عشان يبقى انا في نيتي ان انا ايه اعملها. الاسئله دي مهمه تتلخبط ما بينهم، ما تبقاش عارف الفروقات ما بينهم، اديني قلت لك وخلاص. طب ده كده بالنسبه للبريزنت سيمبل ما فيهوش اي حاجه وانا قلته لك. هنيجي بعد كده ناخد شويه بريبوزيشنز حروف جر. احنا تقريبا وصلنا للوحده ال11 تقريبا حروف الجر. انت فاكر اون ان ات ايام شهور ساعات؟ الله اكبر ميس اميره هناخدهم، بس هناخد معاهم شويه حاجات اضافيه. بص كده تعالى، كلمه ان بتيجي مع ايه؟ هناخد حروف الجر بتيجي مع التايم الوقت، تمام. اقول لك ان بتيجي مع القرون، ان بتيجي مع القرن، بتيجي مع السنه، بتيجي مع الفصول السنه، ان ذا سمر، اقول لك ان ذا اوتم الخريف، ان ذا وينتر الشتاء، اقول لك مثلا in the spring الربيع. بتيجي مع الشهور كمان، بتيجي مع شويه حاجات كده in the morning, in the afternoon، او in the evening، او in a few hours، يعني في خلال اوقات قليله. طب كلمه on افتكر معايا، on دي كانت بتيجي مع ايه؟ on دي كانت بتيجي مع الايام. طب يقول لك Tuesday Wednesday اي يوم، بتيجي مع التواريخ الكامله. ازاي؟ هقول لك ده انا هقابلك في جانيوري مثلا 26، يعني يوم 26. اسالك سؤال بقى، هو انا قلت لك جانيوري وسكت، ولا انا حددت لك فيه اليوم؟ حددت لك اليوم. ناس كتير قوي تقول ايه ده، هو مش جانيوري ده يعتبر شهر احط معاه ان ثانيه؟ هو قال لك شهر وسكت ولا حددت لك وقت في الشهر؟ حدد لك وقت. ما دام حدد لك وقت يبقى حط معاه اون، يبقى معنى ذلك مع التاريخ الكامل احط اون، تاريخ كامل احط اون. طب اقول لك اون ماي بيرثداي، بص مع الايام المميزه اي كلمه هتلاقي فيها معاها داي اعرف اني احط اون. شبه لما اقول لك هوليداي اهو يوم الاجازه فيها داي، او كريسماس داي. ايه ده؟ بس كريسماس بيجي معاها ات، ما هي عشان من غير داي يا حبيبي. لكن لو كريسماس داي احط معاها اون، يبقى لما تلاقي الكلمه كده فيها داي يجي معاها اون، يبقى اكتب جنب اون داي. طيب لما اقول لك بقى الكلمه دي مهمه اسمها اون ذا ويك اند، يجي لك في الامتحان يقول لك اسمها ايه؟ اسمها اون ذا ويك اند، خلي بالك. طيب من لك ليفل هايلايتر واقول لك طبعا اون ساندي، لقيت ساندي اهو يعتبر ايه يوم، يبقى حط معاه اون. طب كلمه ات بقى يا ميس اميره بتيجي مع ايه؟ ات دي بتيجي مع الوقت، ات مع الساعات.
at مع الساعات. شوف مفيش اكتر من كده عظمه يا ابني. at 3 o'clock اقول لك at noon او at night او at midnight او at lunch time. لقيت تايم على طول او at the moment احفظهم. at bed time اهو تايم اهو يا جماعه at the same time اهي تايم. الفكره في تايم. او at Christmas. ايه ده ميس اميره بتيجي مع الايام؟ بتيجي مع مش الايام قصدي، بتيجي مع المناسبات ولكن من غير كلمه دي. لو مناسبه فيها دي on، مناسبه من غير دي at. دي بقول لك وخلاص. طيب دي بقى حروف الجر بتاعه البريبوزيشن. اصلا كلمه بريبوزيشن معناها حرف جر. تخيل انت اصلا كبير كده ومش عارف يعني ايه كلمه بريبوزيشن. تخيل حرف جر. طيب الاماكن بقى، كلمه ان بتيجي مع ايه يا ميس امير؟ احنا عارفين هي بتيجي مع الاماكن الكبيره. مكان كبير شبه مثلا دوله او قاره يجي معاها ان تمام، او مدينه. ولكن لو حاجه جوه المدينه، حاجه جوه الدوله، حاجه جوه القاره جواهم، فبقول عليها ات تمام. يعني ات بتيجي مع الاماكن الصغيره ولكن ان بتيجي مع الاماكن الكبيره. انا كاتبه لك الحاجات بتيجي، كاتبه لك الحاجات بتيجي مع ان، وكاتبين الحاجات اللي بتيجي ايه مع ات. اقول لك at work at home at school at supermarket at party او at the entrance معناها في المدخل. طب كلمه بقى خلي بالك، دي بتيجي على السطح بتاع الحاجه. السطح يعني مثلا احنا قاعدين فبقول لك القلم ده على التيبل. على التيبل ده السطح بتاعها يبقى on the table. اقول لك على الحيطه على السطح بتاع الحيطه يعني مش بداخلها لا على السطح بتاعها يبقى اسمها on. يبقى اقول لك on the table on the desk. الفلور على الارضيه، على الوول على الرود على الطريق، على السطح بتاعها يعني تمام. طيب خلي بالك بنقول I live in the city اهو بعيش في المدينه. خلي بالك live اصلا يجي مع حرف جر in، بيجي مع حاجات كتير بس ماشي. هنا بقى الحاجات دي حروف الجر بتوع الحركه. كلمه into معناها ايه؟ معناها بالداخل. الحركه من الخارج الى داخل المكان. يعني انت يعني الحاجه دي بعملها جوه. يعني فاهمك ازاي؟ مثلا اقول لك go into the center يعني اتحرك ناحيه السنتر، وانت يعني ادخل السنتر كده ناحيه المدينه. او dive into the pool يعني بيتجه او بيغطس جوه بداخل البول حمام السباحه. او put into the ground بحط الحاجه دي جوه الارض بداخلها يبقى into. طب كلمه through دي معناها ايه؟ معناها خلال، وقصده بيها الحركه ان انا بتحرك من طرف للتاني في نطاق محدد كده. يعني اقول لك drive مثلا through the city يعني خلال المدينه، يعني في المحيط بتاعها. طب كلمه along دي مهمه جدا. يجي لي في الامتحان يقول لك هي اسمها along ولا اسمها long؟ لا هي ما اسمها long دي معناها طويل، لا هي اسمها along بقى معناها ايه؟ بمحاذاه. يقول لك انا مكتئبه هفضل ماشي along the sea يعني بمحاذاه الايه البحر كده، او along the river بمحاذاه النهر. طيب كلمه around بقى دي معناها ايه؟ معناها حول. قال لك دي حركه كده كانك ايه بتمشي بمسار دائري. يعني drive so around the city حوالين المدينه، او walk around the park يعني امشي حوالين الحديقه. طيب كلمه across بقى معناها ايه؟ معناها عبر، او يعني ايه يعني عبر. بص لما تكون بتتحرك من ناحيه للناحيه الثانيه اسمها اكروس. اسمها ايه؟ اكروس. بص يعني مثلا اقول لك درايف افضل ماشي كده اكروس ذا بريدج يعني افضل ماشي خلال النهر، خلال الكوبري يعني كده ده كده. طيب كلمه بعد كده اكروس معناها ايه؟ معناها عبر تمام، اللي هو معناها ايه؟ الحركه من جهه لاخرى. لما تكون حضرتك بتتحرك من مكان عايز تعدي المكان الثاني كده اسمه اكروس. درايف across the bridge يعني افضل سايق يعني ايه؟ عبر النهر او الكوبري. swim across the river معناه ايه؟ عوم عبر او الحركه الناحيه الثانيه يعني من الريفر. طيب دي كده حروف جر كان ايه حضرتك المفروض تحفظها، ويلا بينا بقى نحل عليها. بيقول لي ايه؟ بيقول لي you have much time معاكي وقت كتير جدا. البلين الطياره تمشي الساعه 9 ده جدول مواعيد يبقى present simple. بلين مفرد تبقى leaves. بعد كده الشوب ده المحل هيفتح يوم الجمعه ده المفروض جدول ميعاد ان هو يفتح الجمعه او ما يفتحش الجمعه. هو عايز ما بيفتحش يبقى doesn't open ده جدول ميعاد present simple. قلنا بننفيه بدونت او doesn't. when does the lesson ايه does بيجي بعديها مصدر تبقى finish. بعد كده الترين عايز اقول هيمشي في خلال 30 دقيقه ده جدول ميعاده برده يبقى اقول the train gets. بعد كده ذا باص موف بيتحرك الساعه 7:30 جدول ميعاد. باص ترين ليه علاقه بوسائل المواصلات جدول مواعيد يبقى اقول ايه بقى؟ موف ذا فيرب في المصدر يبقى اقول does ذا باص موف. بعد كده لوك ات ذا تايم تيبل اهو بص الجدول مواعيد. تايم تيبل ده جدول مواعيد. الفيلم هيبدا الساعه 7. يا ترى اقول ستارت؟ بص ستارت غلط. عارف ليه؟ لان الفيلم ده مفرد المفروض يبقى اسمها ستارتس. في اس لا ما فيهاش يبقى دي غلط. كلوز لا برضو اكيد الفيلم مش هيغلق يعني. بيجان ممكن يبدا بس لو فيها اس فكل ده غلط. ما الوحيده اللي تنفع الفيلم اذا هيكون الساعه 7. يبقى خلي بالنا عشان ساعات بيبقى في كذا اكتر من معنى صح. ولكن شوف الجرامر تكوين الجرامر بتاعي. الفيرست مترو ايه عايز يوصل الستيشن النهارده الساعه 6 يبقى اسمها فيرست مترو مفرد يبقى ارايفز. بعد كده وين ايه ذا لاست ترين اخر قطر من المنصوره لكايرو ارايف هيوصل ده مصدر وده فيرب في المصدر يبقى اقول داز عشان ده لاست ترين مفرد. بعد كده everyone على فكره عايزك تعرف ان كلمه everyone دي بنعملها معامله مفرد. يعني لو بيجي بعديها is ولا or هتختار is يبقى everyone دي بعملها معامله مفرد يبقى عارفها.
will use هيستخدم more AI technology بعد كده. عايزه اقول سنه 2030 دي بتدل على ايه؟ سنه عامه، سنه يجي معاها ان. I prefer cycling، خلي بالك prefer بيجي بعديها ing ايه on a bike lane then cycling ايه. عايز اقول احسن بقى من ان انا اسوق خلال المدينه، يبقى اسمها ايه بقى؟ ان انا اسوق through the city، خلال المدينه. بعد كده تعالى نكمل. اول حاجه the train to منصوره، القطر للمنصوره ايه؟ not be at 2 p.m، ده هيمشي الساعه 2:30 p.m. تمام. هقول يبقى train ايه؟ بي قلنا يبقى ما ده مضارع كده ام او اذا وار، يبقى طبعا train ده مفرد، يبقى او عايز not يبقى ام فيها، يبقى قول اسمها isn't. طيب بعد كده بيقول لك when does يجي بعديها مصدر. when does the museum ايه؟ لا هي دي غلط يا جماعه، المفروض تبقى closes وانت هتخليها close، يبقى دي الاجابه close. طيب بعد كده التي في شو ايه؟ عايزه اقول هيبدا، يبقى التي في شو ده مفرد يبقى starts. بعد كده we are going ايه؟ the tunnel now، خلاله اللي هو النفق يعني. هنشوف ايه بقى؟ everything will go dark، كل حاجه جوه بتكون ضلمه. we are going هو كل حاجه ضلمه داخله جوه النفق صح؟ يعني ايه بالداخل النفق؟ اسمها into بدل onto اسمها into. في ناس تانية يقولها اقول through the tunnel، خلال النفق، ماشي through مش غلط برضه. طيب بعد كده there are lots of shops، بيكون في محلات كتيره. this road اسمها long، عايز اقول على بمحاذاه الطريق ده، يبقى اسمها long ولا long؟ يبقى اسمها long. طيب سؤالي بعد كده نمبر 6 بيقول لك I just saw باسم، لسه شايف باسم دايف ايه ده بول. يا جماعه البول هيغطس جواه صح كده، اللي هو حمام السباحه، يبقى اسمها into. بعد كده the bank close ايه؟ the afternoon، طبعا كلمه the afternoon فتره جايه معاها زي، يبقى اسمها in the afternoon. بعد كده جنى او زي يا جماعه بقى عشان محدش يقول لي زي ليه، خلاص مش وقته، مش وقت اشرح لكم ليه بعد كده. جنى usually comes home ايه؟ lunch time، تايم طبعا لقينا ساعات احط معاها at. الله اكبر علينا، ربنا يحفظنا. احمدك واشكرك يا رب. انا خلاص بص يعني ايه، يعني واحد حرفيا بينهار مش عارفه، حاسه ان هو اخد مني وقت طويل قوي، مش عارفه ليه. مش مشكله. بص يا جماعه في يونت 12 بقى كان عندي شويه افعال بيجي بعديها طول مصدر، افعال تاني بيجي بعديها اي ان جي وايه كمان، وكان عندنا شويه حاجات بقى. الفرق ما بين كلمه ستوب مثلا واي ان جي، ستوب كان بيجي بعديها حاجتين، يا اما اي ان جي يا اما تو ومصدر. بيجان يجي بعديها حاجتين، يا تو واي ان جي سوري، يا اما تو مصدر يا اما اي ان جي. هنعمل ايه؟ انا دول ذاكرهم، يعني انت ما تحلش معايا غير لما تذاكرهم الاول. انت افتح الكتاب وذاكرهم كده، او ذاكرهم من هنا، بس افضل افتح فيهم الكتاب دول عشان هم كتير. تمام. في حاجه بقى عايز اقولها لك، اكد لك عليها بس قبل ما نحل. كلمه لايك وكلمه لاف ممكن يجي بعديهم الاثنين، ممكن يجي بعديهم تو المصدر او اي ان جي. تمام. طيب كلمه جيرنت دي يعني ايه؟ جيرنت معناها فعل مضاف له اي ان جي، فيقول لك يعني ايه جيرنت في الامتحان؟ يعني ده فعل مضاف له اي ان جي، ها خلي بالك. طب كلمه ستوب وبعديها اي ان جي معناها ان الحاجه دي بيتوقف عن فعلها، هيبطل يعملها، يعني مش شرط يكون هيبطلها خالص، بس اقول لك مثلا انا حاسه اني شبعت، اي ستوب ايتنج، يعني خلاص وقفت الاكل. تمام. ولكن مثلا اقول لك ده انا هوقف العربيه بتاعتي انا سايق، I stop to eat، انا هتوقف علشان اروح اكل. كلمه علشان دي تو المصدر، يبقى stop تو المصدر هيتوقف علشان يعمل حاجه، لكن stop y g معناه ان هو هيوقف عمل الحاجه. تمام. طيب كلمه خلي بالك try معناها حاجتين، يا اما يجرب مجرد تجربه، يا اما بيعافر فيه عشان يوصل لنتيجه. لو حضرتك بتجرب مثلا في نيو هوبي، هوايه جديده انت بتجربها، فاقول try doing، يعني try و ing معناها يجرب، ولكن try to المصدر معناها ان انا بعافر. ميس اميره عطينا اسئله صعبه بس عليها 100 جنيه، فانا هقول ايه بقى؟ I try to do it، يعني انا هحاول بقدر الامكان ان انا احلها واوصل للاجابه. تمام. طيب يبقى خلي بالك try ing معناها يجرب، ولكن try to المصدر معناها بيحاول بشكل كبير، بيعافر في الحاجه عشان يوصل لها. كلمه remember بقى دي بيجي بعديها حاجتين، يا ing يا اما برضو to المصدر، وكذلك كلمه forget اللي معناها ينسى، الاثنين نفس الحاجه. طب ميس اميره ايه الفرق بين forget و ing؟ عارف لما مثلا اقول لك ايه، انت قاعد قدامي، فلو انت اتصلت بيا امبارح، كلمتوني امبارح، فانا بقول ايه ده انا افتكرت، تصدقي ان انت اتصلت بيا امبارح، هي اتصلت بيا وانا افتكرت ان الحدث حصل. لو الحدث تم وانا افتكرت ان هو تم هحط ريمبر واي ان جي. ولكن لو هي يعني مثلا انا لسه عايزه اتصل بيها، قلت لها بصي انت درجاتك وحشه في الامتحان مش هسيبك، اول ما اروح هروح اكلم والدتك على طول او والدك، فانا عملت ايه؟ قلت لها هروح اكلمهم. طب انا لما شفتها الحصه الجايه قلت لها ايوه I remembered، أنا تذكرت to call your mother، تذكرت ان انا لسه اتصل بمامتك، يعني to المصدر الحاجه دي لسه هتحصل، ولكن اي ان جي الحاجه حصلت وخلاص وانا افتكرت وخلاص. يبقى اي ان جي الحاجه تمت وانا افتكرت ان هي تمت، ولكن لو to المصدر انا افتكرت ان الحاجه دي المفروض هعملها. بص افتكرت او افتكرت، ما تركزت في الحاجات البسيطه دي حاجات بسيطه مش مشكله، فان شاء الله خير. تعالى بقى كده نحل مع بعض وافهمك.
في الاول بس قبل ما نحل في كلمه اسمها begin. يعني ايه begin بقى؟ معناها بيبدا، بيجي بعديها ing او to المصدر. ايه الفرق في ايه؟ begin وing معناها بيبدا في حاجه والحاجه دي اصلا يعني هو متعود يعملها، هي عاده بالنسبه له. يعني مثلا اقول لك ايه، انا واحده متعوده احل مشاكل ما شاء الله، بيقابلني مشاكل كتير طبيعي طبعا كمدرسه، فاقول لك بص بقول لك ايه، استناني على جنب عشان انا دلوقتي بدات فقره حل المشاكل. فاقول لك I begin مثلا solving the problems، انا ببداها، يعني الحاجه دي لسه ببداها دلوقتي، قاعدين مع بعض عاملين اجتماع بنحل كل المشاكل مع بعض، دي حاجه متعوده عليها، دي حاجه تمام انا بعملها على طول تمام. ولكن كلمه begin to والمصدر لا، معناه ان هو بيعمل حاجه جديده بالنسبه له خالص، ما كانش متعود. يعني مثلا انا عمري ما رحت امتحنت مثلا امتحان انجلش عمري، فاقول لك مثلا I begin انا ببدا تمام to do English test، ان انا بعمل امتحان انجليزي او بمتحن تمام كده. يبقى begin to المصدر، ببدا حاجه ما كنتش متعوده ان انا اعملها، لسه اول مره ببدا فيها. ولكن begin ing يعني ان انا ابدا الحاجه ديت انا متعوده اعملها بس لسه ايه هبدا فيها دلوقتي حالا. بس تعالى بقى نبدا نحل على الحاجات دي، على فكره حل عليهم يعني مش اسهل حاجه الصراحه، فان شاء الله خير. اشرف ستوب ايه لانش ات كافيه، في الكافيه. هي ترى هو هيوقف الاكل خالص؟ هيوقف الاكل ولا هيتوقف علشان ياكل او عشان يتغدى في الكافيه؟ هيتوقف عشان يتغدى، يبقى اشرف ستوب تو ايت، توقف عشان يتغدى. طب اشرف ستوب ايه وين هي واز فول، لما بقى خلاص بقى يعني شبع، يبقى هو ايه بطل اكل. كلمه بطل دي ing، يبقى ستوب ايتنج. بصوا يا جماعه السؤال دوت بجد حقير وصعباني بيقولك ايه do you remember، هو انت فاكر ايه this in English، ان انت تتعلم الحاجه دي باللغه الانجليزيه. بص لو لقيت جمله do you remember مضارع تمام، وريمبر بيجي بعديه to مصدر او ing، لو لقيت جمله do you remember do ديت مضارع وانا بقول لك هو انت فاكر ان انت تكون اتعلمت الانجليزي، انت فاكر الحاجه دي عملتها يعني، فاعرف كده ما ده مضارع اعرف ان يحط معاها ing، يبقى اعرف ان لو لقيت في دو يو في الاول وهي بتدل على المضارع وانت اصلك مش عارف الحاجه دي هي هتتعمل ولا اتعملت، اعرف ان يحط learning ing. طب اللي بعديها بس يقول لك ايه did you remember، هو انت افتكرت ان الحاجه دي مش بقى تمتها، الحاجه دي لسه هتعملها، هو انت افتكرت الحاجه دي انت هتعمل كذا، او انت اهو بص تعالى اقول لك المثال بدل did you remember، هو انت افتكرت ان انت تجيب التيكت، يعني هو ما جابهاش انا بقول له هو انت لسه هتجيب، افتكرت الحاجه دي انت هتعملها، يبقى اعرف ان انا لو لقيت ده ماضي، بص اختصر لي كل ده، لو ده ماضي هحط to bring، ولكن لو لقيت كلمه do you remember بنفس الطريقه دي كده جايه لك do مضارع حط ing، لقيتها بادئه بالماضي حط to المصدر. خلص نفسي. مام ترايز، ماما بتحاول ان هي ايه her sister every evening، بتحاول ان هي ايه، هي ثانيه هي هتحاول ان هي تتصل باختي، هتجرب تتصل بيها ولا هي هتحاول تبذل ما عندها عشان توصل لها؟ تحاول تبذل ما عندها عشان تكلمها صح، يبقى هقول tries to phone. طب اللي بعديها my mother ايه، mom tries بتحاول new dish every week، كل اسبوع كده بتحاول، هي هتعافر عشان تعمل الطبق او تعمل لنا اكله، ولا هي هتحاول بتجرب كتجربه، يعني جت معاها الاكله حلوه زي الفل، ما جتش خلاص بقى مش موت نفسنا يعني، فهي بتجرب يبقى tries cooking. طيب we really enjoyed، احنا بنستبعد enjoy بيجي بعديها ثبت ing. طيب who wanted ايه، طبعا كلمه want دي بيجي بعديها to مصدر تبقى to visit. عايزه اقول لك حاجه، لو انا بقول لك كلمه apostrophe دي like او love او prefer، اعرف بس ان الابوستروفي دي ده اختصار كلمه would، هيجي بعديهم to والمصدر، هيجي بعديه to الايه والمصدر. مهم يعني ايه اصلا دول معناهم يفضل، اقول لك I would like مثلا to go to بارك، انا بفضل ان انا اروح البارك، يبقى would like دي would love او would like او would prefer بيجي بعديهم to المصدر. الكلام ده مهم، اديني بقول لك واكد عليك. طب كلمه hope بيجي برضو بعديها to المصدر يبقى to go. طب حد قال لي يا مس اميره مش احنا قلنا كنا من شويه I hope will، كنا نقول hope بتيجي مع will صح، بس لو بقول I hope I يعني بعد I hope حطيت ضمير تاني، فساعتها اقول I hope I will go، ولكن لو I hope مفيش بعديها ضمير اهو شبه دي مفيش بعديها ضمير احط to المصدر. بعد كده جينا لاخر حاجه، احمدك واشكرك يا رب زغرات بيقول لي ايه did you enjoy، هي enjoy هيجي بعديها فيرب فين، خلي بالك في ناس هتتلخبط، did بيجي بعديها مصدر وenjoy بيجي بعديها ing، يعني كل واحده بتسيطر على اللي بعدها. enjoy يقول ايه بقى having. بعد كده we were planning، plan بيجي بعديها to مصدر يبقى to visit، خلي بالنا الحاجات دي المفروض لقيتها هنا فاعل يبقى اعرف ان الفعل اللي بعديه قدامه حاجه من اتنين، يا to مصدر يا اما ing. بعد كده need فعل، الفعل ده برضو need يجي شبه want يجي بعديها to والمصدر to remember. بعد كده المفروض لا استنى promise ايه، promise برضو بيجي بعديها to المصدر promise to send. بعد كده dad suggest بيجي بعديها ing على طول يبقى uploading. بعد كده if you begin، خلي بالك begin بيجي بعديها حاجتين، يا to
cook يا اما cooking. اشوف الوجبه دي will be ready هتكون جاهزه الساعه 4. هي دي مش حاجه جديده بيعملها، هو متعود يعملها عادي، بس عايزه اقول له لو انت هتبدا في الحاجه دي من دلوقتي يبقى انت هتخلصها كذا، هتبدا فيها دلوقتي يبقى قصدي احط ing يبقى if you begin cooking. طب بعد كده people began a word when the light went out. لما النور بيروح الناس بتبدا تشعر بالخوف. بص هي انا قصدي بيها البدء ان انت تبدا الحاجه دي دلوقتي، يعني تشعر بيها بالخوف. يعني انا اقول people began feeling worried يشعروا الان بالقلق، يعني هيبداوا، ولا دي حاجه كده بالنسبه لهم ان لو الدنيا ظلمت عليهم هم هيشعروا. كلمه هيشعروا ديت يبقى اسمها to والمصدر، يبقى اقول ايه بقى to feel. طيب لان هي مش عاده اصلا، مش متعودين كل شويه النور يقطع عليهم يعني عشان نحط ing. بعد كده do you remember لسه قايله لك لو do you جاي معاها دي كده do مضارع يبقى اقول ايه ing على طول يبقى taking. طب اللي بعديها بيقول لك did you remember ادي دي ماضي يبقى انا هقول to turn off. بعد كده we have to try طبعا new hobbies، طبعا ده انا بجرب الهوايات الجديده يبقى اسمها مقدمه تجربه يبقى doing. طب بعد كده can you try ايه home early tonight because لان grandma هي coming over. طبعا انا بقول لك هي هتيجي النهارده، grandma دي هتيجي النهارده ان شاء الله بدري، فانا مش هقول لك بقى انا هجرب اجي او جرب، بقول لك ممكن تجرب توصل بيت النهارده يعني بدري، اكيد مش هقول له جرب، يعني حاول على قد ما تقدر يبقى try to get. بجد فرحانه ان احنا خلصنا الحمد لله. اتمنى تكون فهمت استفدت جمعت معايا، عرفت اهم التريكات اللي ممكن تجي لك. ذاكر كويس اعمل اللي عليك وان شاء الله الامتحان يبقى سهل. عملت لك فيديو عشان خاطر تقدر ترجع الحاجه مش فاهمها في البيت، تقسم براحتك، يبقى انت كده بتذاكر وبتسمع الفيديو في نفس الوقت، ما بتعملش حاجه واحده. بعد ما هتخلص هتعمل ايه؟ بعد ما اخلص كل ده واخلص الPDF اللي معايا ده واحله كله، يبقى انت كده بقى لك حاجه واحده تمسك بقى اي امتحانات وتبدا ان انت تحل امتحانات كده. اي حاجه تقف معاك اكيد هتسالني، اكيد انا هفضل معاكم لغايه اخر وقت. ربنا معاكم ويوفقكم، بحبكم قوي قوي قوي. ما تنساش بقى تنزل تكتب لي كومنت حلو كده وتقول لي ميس اميره كله تحت السيطره وعيال ميس اميره غير. وربنا معاكم، وعامه الفيديو برده للجميع. وما تنسوش بقى تعملوا شير لكل الجروبس اللي عندكم او لكل اصحابكم بقى اللي محتاجين المراجعه دي. وطمنوني عليكم بكره بعد الامتحان، قولوا لي عملتوا ايه برده في الكومنتس. بحبكم، ربنا معاكم، ربنا موفق، واشوفكم على خير، وباي باي.